السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة فن ميكس بالعربي. النهاردة هنتكلم عن فيلم حبيبي دايما. الفيلم إنتاج عام 1980، بطولة الفنان نور الشريف، الفنانة بوسي، الفنانة نعيمة وصفي، الفنانة سوسن بدر، الفنان صبري عبد العزيز. تبدأ أحداث فيلمنا على فريدة اللي هي بوسي ديت كانت فتاة سرية وبتحب إبراهيم اللي هو نور الشريف، ده شاب متوسط الحال ويبادلها نفس الشعور، وبيتفقوا على الجواز. بيريد أهلها تزويجها من أسامة بيه، بتروح لإبراهيم لكنه بيرجعها لبيتها تاني، لبيت أبوها. ما بيرضاش إن هي تروح تعرض نفسها عليه، فبتروح موافقة على الزواج من أسامة بيه ظنا منها إن هو ما بيحبهاش، وبتسافر معاه لفرنسا، تلتقي بأصدقائه وبيعجبها حالهم من الشرب، وطبعا وهي كانت مندمجة معاهم، لكن شافتهم إن هم عندهم نوع من قلة الأدب. بتشعر فريدة بالصداع الدائم، فبتطلب الطلاق وبترجع مصر. بينما بيخطب إبراهيم سلوى اللي هي سوسن بدر، اللي هي كانت بتقف جنبه وبتسانده، وبيفتح عيادة وبيصبح طبيب كبير، وبيبدأ يحضر مؤتمرات. بيغمى على فريدة وتطلب جدتها إبراهيم ليأتي، وبيروحوا للمستشفى في عربية الإسعاف. يعرف إبراهيم بمرض فريدة إن هو مرض الكانسر، وبينفي الخبر عنها وما بيرضاش يقول لها عليه ولا عيلتها، لكن بعد كده بيعرفهم، يصرحهم بالأمر، وبيتجوزوا وبيسافروا لندن. وتأكد من مرضها يوم صحيت الصبح ووجدت الصداع شديد جدا، راحت مسافرة لندن، راحت مستشفى لندن كلينيك، علمت بمرضها وقالت لإبراهيم، ورجعوا لمصر وهم بيتمشوا على البحر. وقعت فريدة بين دراع إبراهيم وقالت له: لما تملأ عينيك الدموع اتذكر كل لحظة حلوة عشناها سوا. وماتت في أحضانه في وقت الغروب. وبتكون مصر هي المقصد لجميع الفنانين اللي بيجوا من جميع أنحاء العالم، علشان عارفين إن مصر منارة السينما. كانوا بيقصدها زمان الفنانين زي فريد الأطرش وأخته أسمهان، زي صباح، زي نور الهدى. فنانين كتير أتوا إلى مصر لينهلوا من النجاح اللي فيها، ولأن هي كانت منبر ورفعة الأفلام وفيها التراث القديم. كانت دائما وابدا بيعملوا الافلام بتقوم على نهج سليم، على تراث سليم. بتكون افلام محترمه ذات قيمه ما بتخجلش منها الاسر اللي بتتفرج عليها، وبتكون نبراس الى الان. افلام قديمه كثيره جميله مميزه زي افلام الفنان الراحل اسماعيل ياسين، انور وجدي، صباح، فريد شوقي، امينه رزق، زكي رستم. افلام كتير، ليلى فوزي، كلها نجوم، محمود المليجي، يوسف بيك وهبي، لمعت في سماء الفن، وكانت بمثابة نور ساطع في سماء الفن. كانت مصر من الدول العربية الساطعة في سماء الفن، ومقصد لجميع كل الفنانين اللي بيجوا يقولوا ويقدموا العمل بتاعهم في مصر، لأن هي كانت مدينة جميلة ودولة جميلة. بتكون الأفلام اللي بتعمل فيها كانت محترمة وكانت عملاقة وجبارة. كان المنتجين لا يألوا إلى جهدهم جهد، بل إن هم كانوا بيبدعوا في الأعمال السينمائية اللي بيقدموها، بيصرفوا عليها الإيرادات العالية الوفيرة وبينفذوها على أعلى وعلى أكمل وجه بكل شيء جميل. هم كانوا لا يبخلوا بجهد ولا وقت ولا فلوس ولا أي شيء. حتى لو كان الفيلم بيعوز يتصور منه جزء في الخارج، كانوا بيروحوا بيصوروا. حتى لو جزء قيمة قرابة 5 دقائق، كانوا برضو بيروحوا بيصرفوا عليه والكاست كله بيروح. المشاهد بتاعتهم كانت جميلة، القصة بتبقى عظيمة جدا، كل فنان بيجسد الشخصية، بنحس ان هو كما لو كان هو فعلا البطل الحقيقي للعمل. نهينا على ذلك مثلا من الأعمال اللي قدمها الفنان العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ. سلسلة الأعمال، الأفلام اللي قدمها كانت جميلة جدا ومميزة، وبنشعر منه برغم من إنه مطرب عاطفي، إلا إن الأفلام اللي كان بيقدمها كان فيها روح. نحس إن هو كأخ من أفراد الأسرة. الأفلام اللي قدمها شارع الحب، لما حسينا إن هو إنسان فقير بسيط، قدم برضه لما كان مريض وأمه بتدعي له وهو رايح يعمل عملية ومش عارفة إن هو رايح يعمل عملية، وأمه فردوس محمد النجمة الراحلة الجميلة القديرة كانت الست العامية الكفيفة، فهو كمان كان رايح يعمل عملية وأمه ما تعرفش. هز قلوب ومشاعر الناس جميعا وهم بيتفرجوا على الفيلم. فديت من الأفلام اللي ليها علامة في السينما المصرية القديمة، وإلى الآن تعرض وبتلاقي نسبة مشاهدة عالية جدا. أفلام الفنان الراحل المونولوجيست إسماعيل ياسين، ابن حميد، وعندنا الفانوس السحري. آه، كل أفلامه جميلة جدا ومميزة ولقى استحسان ونسبة مشاهدة عالية، وإلى الآن يعرض
الافلام بتاعه النجم الراحل اسماعيل ياسين. الاطفال بيحبوا يتفرجوا يشاهدوا العمل مرة واثنين ومرارا وتكرارا، توصل لحتى 20 مرة بيتفرجوا على العمل دون كلل من مشاهدة العمل، لأن هو بيدخل القلب كده على طول، ومعمول بحرص وبتقنية عالية جدا. كان المنتجين في الوطن العربي زمان وخصوصا مصر كانوا بيحبوا يعملوا الأعمال كده زي ما يكونوا مش قاصدين منها إلا هامش ربح بسيط، حتى لو ما كانوش بيكسبوا منها كانوا بيحبوا يعملوا العمل كفاية إن هو على اسمهم زي فطين عبد الوهاب. كلهم كانوا بينتجوا العمل او بيقدموا العمل، اهم حاجه يكون اسمهم لا يشوب شائبه او غبار على الاسم بتاعهم. فطبعا وافلام رمسيس وافلام كتير اتقدمت في الوطن العربي وفي مصر خاصه، لقت نسبه مشاهده عاليه، وكانت الافلام مصدر نجاح كبير والى الان بصمه في السجل المهني بتاعهم وفي سجل الانتاج بتاعهم. فنانين كتير برعوا في تقديم اعمال الشر زي الفنان محمود المليجي، بالرغم من ان احنا بنعرف عنه انه كانوا في المذكرات بتاعته ان هو انسان طيب جدا. علوية جميل برضو، في سناء جميل برضو، فنانين كتير، وحسين رياض الاب الحنون اللي نحس كده ان هو كأب لينا. كل الاعمال ديت، وذكر رستم عرفناه برضو بادوار الشر والقوه لما كان بيطلع دور باشا، كان برضو بيبقى إنسان قوي وشديد جدا. فنان فريد شوقي تارة يبقى في زي رصيفنا نمرة 5 إنسان بسيط عسكري بسيط قتلت زوجته، وفي تارة تاني بيطلع شرير وقوي زي في أسوار المدابغ، زي الأفلام اللي أعمال بطنية الشرير القوي. كل الأفلام ديت تركت علامة وبصمة مميزة في تاريخ السينما، وإلى الآن بتحاكى للأجيال، وبيقولوا إن الناس دي كانت عظماء أعمالهم شهيدة عليهم نبراس للأعمال اللي قدموها. بتحاكي دول زي بوليود وهوليود في الأعمال إن دول عرب ودول أجانب، لكن هم سابوا بصمة وتركوا بصمة بتميزهم. الإنتاج لما بيكون قوي بيقدر إن هو يقدم أفلام قوية، فبدأت شركات الإنتاج بتعمل عندها فريق بحث كده عشان بيشوفوا ايه اسباب نجاح بوليود وهوليود وتركيا وكوريا مؤخرا، وتركيا برضو من الاعمال الناجحه عندهم كتير. ناخد جزء نتكلم عنه. فبوليود سطعت نجم في سماء الهند بالافلام الجميله اللي بتقدمها شاروخان وسيف علي خان وأميتاب باتشان وكتير نجوم كتير، أوسكا شارما، فنانين كتير أبدعوا في سماء الفن. والنجم شاروخان بالغناء على الموسيقى، اللبس الكلاسيكي اللي بيلبسه، الحاجات الجميلة اللي بيقدمها، بيحبوا يجيبوا عن البلد بتاعتهم الأنهار الموجودة، نهر الجانجا، بيحبوا يتكلموا عن الأديان اللي موجودة عندهم، المعابد، الورود، الطقوس اللي بتتقدم في مراسم الزواج، أعياد الميلاد، في لما بيكون في مولود، لبس الساري الجميل للعروسه اللي بترتديه، الحلي الجميل اللي ما حدش بيقدر يقلد الحلي بتاع الهنود الجميل، الكليهات اللي بيلبسوها، الحلقان اللي بيلبسوها النجمات في بوليود. كل ديت من الاعمال الجميله. هم برضو بيطلوا علينا بمظاهر حديثه خلابه، مش بيرتدوا اللبس القديم بس، لا ده بارعين جدا في الملابس الكاجوال الجميله اللي بيطلوا، بل ابهروا العالم كله برشاقتهم. النساء الجميلات الموجودين في الهند، فنانات الجميلات، الملابس اللي بيلبسوها، المايوهات اللي بيلبسوها، الجسم الممشوق الساري الجميل اللي بيبقى على اجسادهم تحفه فنيه. كل ديت من الاعمال الجميله اللي قدمتها الهند وبرعت فيها سلسله اعمال جميله. كل فنان بيتميز ببصمه معينه، شاروخان غير أميتاب باتشان غير سيف علي خان غير عامر، كلهم مميزين، كل واحد في مجاله، كل واحد، وديت بتبقى نقطة السطوع ان كل واحد مثل نفسه بس، وبكده كل واحد بقى ناجح، محدش بيتشبه بالآخر، مش يشوفوا ده نجح في ايه بيقلدوه، لا، فكرة التقليد مش موجودة عند فنانين بوليود الهنود، كلهم مميزين في مجالهم، وكده سطعوا في سماء الفن وكانوا نجوم مميزين بارزين جدا وذو علامة مميزة وواضحة جدا. الأعمال الهندية كثيرة لا تعد ولا تحصى اتقدمت، والقصص الهندية هي في الجمال وروعة. كل قصة بتشد المشاهد إن هو يقعد ويتابع إيه اللي حصل في القصة، وبيطلع من الفيلم اللي اتفرج عليه بعبرة وعظة جميلة جدا، بيطلع فاهم إيه الموضوع وإيه اللي حصل، ولو عمل إيه هيحصل إيه، ولو اتعمل إيه هيحصل إيه، فبيطلع من الفيلم كأنه بياخد درس كده. وديت بتكون هي اللي شجعت الناس إن تتفرج. هم عرفوا يكسبوا قلوب الناس ويشدوا أذن الناس إن هي تتفرج على أعمالهم. القصص الهندية لما بيجي حد يحكي لحد حاجة يقول له إيه يا عم، هو ده فيلم هندي؟ من
القصة بتبقى جميلة ومميزة، وبيطلع منها المشاهد والمتلقي بعبرة وعظة في آخر العمل. هما بكده سابوا بصمة مميزة وحلقة وصل بينهم وبين المشاهد، وقدروا يشدوا المشاهد لملعبهم، والمشاهد يتابع كل أعمالهم الجميلة البراقة ذات الرونق الجميل اللي جذب المشاهدين جميعا. وبقى الناس تتابع الأعمال الفنية في بوليوود عن شغف، وحتى لو فيلم هيتعرض بعد شهرين البرومو بتاعه بيلاقي نسبة مشاهدة تكاد تصل للملايين مشاهدة، ملايين المشاهدات، لأن هم مش شغوفين إن هم يعملوا كذا عمل في السنة، لا هم بيتريثوا بيقدموا أعمال جيدة. القصة بتاعتهم مدروسة جدا، الموسيقى التصويرية جميلة جدا، الأغاني اللي بيقدموها بتكون ذات إيقاع جميل جدا براق، زي النجم شاروخان في فيلم رابنة. من الحاجات الجميلة اللي قدمها برضو جذبت المشاهدين بمنظره العتيق ومنظره الكاجوال، وكل ديت أعمال جميلة بتصفهم بالبنان وبتحقق النجاح للعمل ككل في الأفلام الهندية الجميلة. كمان في أفلام هوليود حققت شهرة واسعة من الأعمال اللي بيقدموها، أفلام الفضاء وجاكي شان وفان دام وسيلفستر ستالون، كلها أعمال جميلة وقدرت إن هي تشد المشاهدين. حتى لما سيلفستر كبر في العمر، وفان دام برضه ليهم معجبين وليهم ناس معاصرين ليهم في وقتهم الماضي وقتهم الحاضر وقتهم الحالي. شباب كتير ما كانتش تعرفهم وما اتولدوش أيامهم، لكن بيحبوا يتابعوا السلاسل الأفلام اللي عملوها كلها. أفلام هوليوود كلها جميلة ومشوقة وبيتصرف عليها مبالغ كتير جدا في السيارات اللي بتتحرق والأعمال الجميلة اللي بيقدموها. كمان تركيا ظهرت بمسلسلات تركية جميلة جدا، والأتراك خصوصا ظهروا بلدهم في صورة حضارية مميزة، من شواطئ، من يخوت، من عقارات فارهة، من فيلل فارهة. كل دوت كانوا سفراء بالفعل لبلدهم، ان هم قدموا البلد في ابهى صورة واجمل صورة. المسلسلات التركية غزت البيوت وغزت الاماكن كلها، والكل بيتفرج عليها. حتى لو المسلسل قرابة 150 حلقة بيلاقي نسبة مشاهدة عالية، حتى لو بتعرض حلقة كل اسبوع الناس بتستناها بشغف وعشان تشوف الاحداث ايه اللي حصل فيها وبتتابعها. وكانوا سفراء لبلدهم وشجعوا السياحة، والسياحة اتعمل بحث كده اكتشفوا ان السياحة في تركيا انتعشت انتعاشة كبيرة جدا وغزت الاسواق وبقت ذات اطلالة مميزة واطلالة سريعة وواسعة ومتشافة. كمان في كوريا بدأت تقدم اعمال ومسلسلات، وبرضو عن دراسة، وان هم ما طلعوش كده يعملوا مسلسلات بين يوم وليلة، لا ده واضح من الأعمال اللي بيقدموها إن هم عملوا دراسة باستفاضة عشان يشوفوا إيه الذوق العام وطالب إيه، حتى لو ما قدروش يجيبوا الأذواق العامة كلها لكن بعض الأذواق كده تكفي، فيقدروا برضو ينالوا النجاح في إن ناس كتير بقوا يشوفوهم ويحبوا يتابعوا أعمالهم. في فنانين مصريين كتير يشار لهم بالبنان وعملوا أعمال كتيرة، فنانين في الوطن العربي وخصوصا مصر لا تعد ولا تحصى غزوا الأفلام بأعمالهم الجميلة. منهم الفنان الكبير عادل إمام وابنه، ليه ابن مخرج وليه ابن ممثل اللي هو محمد إمام، وابنه عصام إمام دوت مخرج كبير. في عندنا فنانين كتير، فريد شوقي وبنته رانيا فريد شوقي، وفي بنته المنتجة ناهد فريد شوقي. فريد شوقي قدم أعمال كتير، المعلم والموظف زي الموظفون في الأرض، وقدم أعمال كتير ظهر فيها وحقق نسبة مشاهدة عالية، ودوت كان وحش الشاشة العملاق الكبير راحل فريد شوقي. في أنور وجدي وقدم أعمال كتير جميلة جدا وكان بينتج أفلام كتير جدا، وأنور وجدي ما يختلفش عليه اتنين إن هو كان وسيم وبيقدم أعمال جميلة زي فيلم ذهب كان جميل جدا وحاز على إعجاب المشاهدين، وفيلم عنبر مع الفنانة وكانت زوجته ليلى مراد، قدم أعمال جميلة جدا حازت على إعجاب المشاهدين وتابعوها، وكان فنان جميل إلى الآن يعرض له أي فيلم وبلاقي نسبة مشاهدة عالية جدا. في محمود المليجي اشتهر بأدوار الشر وكان ممثل محترم وجميل، بالرغم من أنه كان طيب لكن كان الدور اللي بيليق عليه والقالب اللي دايما يوضع فيه هي أفلام دور الشر، وكان ناجح جدا ابن الشيطان وبيطلع في أفلام كتير حازت على إعجاب المشاهدين والجمهور، كان مميز جدا. وفي مرة طلع برضه بدور شيطان وكان نجح فيه ببراعة.
طبعا في كمان الفنانة ليلى مراد، عملت الأفلام الاستعراضية الجميلة عنبر، والأفلام الحلوة اللي قدمتها وحازت على إعجاب المشاهدين، بالرغم إن هي أفلام استعراضية غنائية لكن كانت برضو ممثلة رائعة. الفنانة الراحلة أمينة رزق، وكانت العذراء القديمة ديت كانت بتقدم دور الأم ببراعة، وكانت فنانة عظيمة جدا وبرعت في إن هي تقدم دور الأم بجدارة. في فردوس محمد ديت الأم الجميلة، رمز الأم المصرية الأولى بأفلامها الجميلة اللي كانت بتقدمها. في علي الكسار من النوبة الجميل اللي كان بيقدم أفلام الساعة 7 ومراسي وحماتي، كل الأفلام اللي قدمها كانت جميلة جدا، وبرضه بيعرض الآن والأطفال بيحبوا يتابعوا أعماله الجميلة ويشوفوا الحاجات الجميلة ديت وبيضحكوا لوقتنا هذا. وكل ما بيعرض فيلم بيلقى نسبة مشاهدة عالية جدا من الكبار والصغار والجدود والشباب. في الفنان الجميل الراحل إسماعيل ياسين ابن حميدو اللي قدم أعمال جميلة جدا، وكان في المسرح مؤدي جميل وكان كوميدي جميل جدا، وقدم أغاني وقدم استعراضات، وحتى لما كان بيلبس سيدة وفي لبس المايوه في ابن حميد ولبس الأنسة حنفي، وكان جميل جدا وندامة، والأفلام اللي كان بيقدمها الجميلة. وكانت معاه كمان الفنانة هند رستم، مين ما يقدرش يعرف فاتنة الشاشة هند رستم ونادية لطفي، كلهم فنانات عظام مع فنانين عظام أثروا السينما المصرية وكانوا علامات مميزة. مصر برضو عريقة في الأفلام اللي كانت بتقدمها، في ميرفت أمين، في يوسف بيك وهبي، في سعيد صالح، برضو في يونس شلبي بالأفلام الجميلة اللي قدمها، في المرحوم سمير غانم. ناس كتير ماتت من الفنانين دول، في محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، كلهم قدموا أعمال جميلة مميزة. أثروا السينما المصرية بأعمال جميلة، منها الحلو ومنها يعني شوية نص ونص، لكن أثروا برضو السينما المصرية بأعمال عظيمة قيمة. السينما المصرية لها باع كبير، وأتى إلى مصر الفنان الراحل فريد الأطرش وأخته أسمهان، وعاش فيها فريد الأطرش ودفن فيها. جه من لبنان وقدم أفلام في مصر، وما ننساش أدواره مع الفنانة سامية جمال، وهو كان أفلام جميلة. وعمل برضه مع إسماعيل ياسين دور لما كان إسماعيل ياسين طالع دور مسمي نفسه أرنب. كانت من الأفلام الجميلة اللي اتقدمت مع بعض، وكانوا دوتات جميلة كده اتقدمت. وفيلم اللصوص ولكن ظرفاء أحمد مظهر، وما ننساهوش بالأفلام الجميلة اللي عملها وقدمها. في محمود مرسي السمان والخريف، أفلام جميلة. في فيلم ذوقي المداء حسن يوسف، ما ننساش أعمال حسن الفنان جميل حسن يوسف، دكتور شمس البارودي، ذوقي المداء الفنانة شادية الجميلة. الفيلم كان من الأفلام الجميلة اللي علامة من علامات السينما المصرية. ومعاهم حسين رياض اللي كان بيتكلم بالإنجليزي وبيتكلم عن نفسه إنه هو مدرس إنجليزي، واستغنوا عنه. وفي آخر الفيلم قال ذا إند، وكان بيحب كل كلمة ينطقها بالعربي وبالإنجليزي. وكانت الفنانة شادية في الفيلم اللي كان هو عباس بيحبها، عباس الحلاق، وهي كانت بنت متطلعة ونفسها توصل وعايزة تخرج من الحارة. الست اللي ربتها عائلة راتب، وهي عايزة تخرج من الحارة عشان تعيش حياتها كده وتشوف النور وتلبس أحلى لبس وتاكل أحلى أكل. كانت عايزة تعيش حياتها وتخرج تنسلخ من جلدها. حميدة المتطلعة اللي عايزة تخرج من الحارة، حتى كانت عايزة تتجوز الراجل صاحب الوكالة اللي كان دايما بيعمل صواني البرام بتاع الفريق وعايزة تتجوزه. ولما وقع وبرك على الأرض قعدت هي والست اللي ربته لها يا سوء حظك يا حميدة انت مالكيش حظ، وبدأت تخرج. يوسف شعبان خدها ان هو يستغلها وشغلها في الكباريه ترقص. وكانت الفيلم ده من العلامات المميزة في السينما المصرية، زي رصيف نمرة 5 كده، زي شارع الحب، من الأفلام الجميلة المميزة. سر طاقية الإخفاء الفنان عبد المنعم إبراهيم الجميل، ما نقدرش ننسى الأفلام الجميلة ديت. سر طاقية الإخفاء مع زهرة العلا وعباس الزفر، الفيلم برضو الجميل اللي هو مع محمود المليك، الراجل المتزوج الست السمينة وعايز يتجوز البنت الرفيعة ديت يا زهرة العلا في شبابها، من الأفلام الجميلة. وسر طاقية الإخفاء برضو من الأفلام الجميلة اللي من علامات السينما
الجميلة الموجودة لوقتنا هذا، وكل ما يعرض بنتابعه بيتفرج عليه شباب وصغار وكبار، كلهم بيتابعوا الأفلام الجميلة ديت، لأن هي موجودة في تاريخنا، تاريخ السينما. والأولاد ملهمش قديم وحديث، بل بيحبوا يتابعوا أي عمل لأنه جميل. يبقى اتفقنا إن أي عمل جميل بيلاقي نسبة مشاهدة عالية، حتى لو من الأجيال المعاصرة الحديثة مش القديمة أو الناس الدقة القديمة. كلها أفلام جميلة بتعجب المشاهدين وبيتابعوها. لما بيكون العمل راقي ومتقدم بطريقة جميلة ومميزة، بيقدر إن هو يشد الجمهور ويتابعوه، لأنه بيكون مميز وجميل وليه صدى واسع من الشهرة وحقق نجاح. لأن أفلامنا بتكون جميلة ومميزة. في الفنانة مديحة يسري، في نبيلة عبيد، قدموا أعمال جميلة جدا. لما كانت ست مديحة يسري ربت نبيلة عبيد، وخدتها من أمها اللي هي كانت شغالة عندها الفنانة تحية كاريوكا، وربتها وطلعتها ظابط. ولما نجيب سيرة الجميلة تحية كاريوكا الاستعراضية اللي قدمت لعبة الست، الفيلم الجميل اللي كان مع الفنان العظيم نجيب الريحاني وبرع هما الاثنين، وقدموا سيمفونية رائعة. لعبة الست من الأفلام الجميلة اللي كل ما يعرض بيلاقي نسبة مشاهدة عالية. البنت لعبة من أسرة إبراهيم نفخ وثانية جنح. الفيلم الجميل اللي كانت هي بتهوى الرقص وبترقص، واتجوزت الراجل البسيط دوت اللي بيبيع في محل بوابير الجاز وإبر الجاز بتاع إيزاك عنبر، وهو حبها وشافها بنت لهلوبة كده، وهي حبته وهو بسيط بياكل زبدية اللبن بلبست الجزمة، وحبته وأعجبت بيه، وهو اتجوزها وهي حبت إن هي تكمل في طريق الرقص. وكان الفيلم من الأفلام الجميلة اللي كل ما يعرض بيلاقي نسبة مشاهدة عالية من شباب وأطفال وشيوخ. فيلم لعبة الست من علامات السينما بجد، لأنه هو فيلم بيخش القلب وبيعرف الناس إن البنت ديت حبت العمل كراقصة، وأمها كانت بتطمح للغناء وعايزة تستغل بنتها في الرقص، وتعرفوا على راجل في بيروت وهو كان بيحب زوجته، وخلاها تسافر عشان بيحبها، وكان بيقول لها ما تخليش حد يبوسك. امها كانت بتستغلها، ومش معرفين الراجل اللي من سوريا ان هي متزوجه، او اللبناني اللي هو بشاره وكيم، علشان يستغلوها وياخدوا منه ساعات وخواتم. الخاتم ده حلو، الساعه دي حلوه. الراجل طلع عنده اصل بالرغم انه هو مش مصري، ولما عرف ان هي متزوجه، والراجل اللي كان بيقعد يفرق الفلوس دوت على شمبانيا وعلى ما شابه ذلك، قال ده جريح يحبة فؤادي عشان بيحبها. انا ما اتجوزش واحده كانت زوجها خلعت زوجها اللي يهون عليها تبيع زوجها الاولاني تبيع زوجها الثاني. فهي طبعا حبته وهو بسيط، ولما اغتنى قالت ان هو يستاهل، لانه هو انسان غني باخلاقه جميل جدا. لان لما الراجل اتنازل له عن المحل وهو خد المحل، لقى ان هو انسان كويس والراجل وثق فيه، وفعلا بقى يعمل صفقات كده تكسب المحل، وبفعل قدر ان هو يشتري المحل. فيلم لعبة الست من الافلام الجميلة المميزة في علامات السينما، وما زال الى وقتنا هذا يحظى بنسبة مشاهدة عالية. افلام كثيرة حققت نسبة مشاهدة عالية وكانت منارة في تاريخ السينما. افلام كثيرة حققت وكانت بتدرس وتقدم حاجات، رسائل قيمة للجمهور، وبتناقش قضايا مهمة جدا للمجتمع، زي أريد حلا لفاتن حمامة، زي أفلامها. قدمت أفلام كتير جميلة وعظيمة. الفنانة الجميلة فاتن حمامة هي كانت إنسانة محترمة وفنانة محترمة وعلى خلق، وبتقدم أعمال جميلة جدا، حققت نجاح ونسبة مشاهدة عالية. في عبد المنعم مدبولي قدم أفلام جميلة جدا، سهير رمزي قدمت أفلام جميلة، حسين رياض، تحية كاريوكا، في نبيلة عبيد، في عبد السلام النابلسي برضو جه مصر وحقق ثراء ونجح هنا وقدم أفلام كتير. في نور الهدى، في ليلى مراد لما اتجوزت أنور وجدي وعمل لها إنتاج كبير وقدم لها أفلام كتير. في الفنان محمد فوزي قدم أفلام كتيرة جميلة وكان بيغني فيها، وكان بيقدم أعمال استعراضية جميلة جدا. ولما كان طالع في فيلم إن هو محمد والمغني، وكانوا بيتضايقوا منه وبدأوا إن هم يحطوا له المادة اللي تبوظ صوته والأحبال الصوتية، ولكن كان هو مصر إن هو يشق طريقه وينجح. أفلام كثيرة قدمها الفنان الجميل محمد فوزي، لكن للأسف مات مريض في آخر عمره. في الفنانة صباح لما عملت فيلم مع الفنان فريد شوقي والفنان أنور وجدي، وصباح وفريد شوقي، ده من الأفلام
اللي هو عريس مراتي، كان من الافلام الجميله جدا. الفنان محرم فؤاد المغني الجميل، هو كان اتجوز كذا مره لكن اعماله كانت جميله لاحساسه العالي، اغانيه الجميله اللي كان بيقدمها زي أغنية خمسة سياحة من الأغاني الجميلة اللي كان بيقدمها. لما نادية لطفي هو راح كان في الشاليه صاحب محمد سلطان الراجل الثري، زوزو نبيل كانت عايزة تجوز محمد سلطان لحد من بناتها عشان هي بتفلس كده ودايما عندها شاليه بتأجره كان على البحر، وهو كان صاحب محمد سلطان وجه يقعد معاه يومين في اسكندرية. وقلب البنت الجميلة الفتاة الجميلة اللي هي نادية لطفي راح للفقير اللي هو محرم فؤاد، وكان إحساسه عالي في الروعة في أغنيته الجميلة خمسة سياحة يوم خطوبة حبيبته على صاحبه. ما رضيش يقول لصاحبه إن أنا بحبها ولا هي رضيت تقول له إن أنا بحب صاحبك دوت، لكن كانت الأغنية بتتحدث عن نفسها وبتفضحه وبتقول إن هو بيحبها، مع إن أختها كانت بتحب برضه خطيب أختها، وبرضه هي بكت يوم خطوبة أختها في أغنية خمسة سياحة. محرم فؤاد عمل برضه فيلم حسن ونعيمة، كانت من الأفلام الجميلة اللي كلما يعرض الفيلم بيلقى نسبة مشاهدة عالية من الجمهور والمتابعين. لما حب نعيمة وكان رايح بيغني، والأول ما كانش بيحبها، ما كانش يعرف عنها حاجة، ورمش عينه اللي جرحني رمش عينه، وراح يغني الأغنية الجميلة ديت. والبنت كانت في الشباك في فرح حد من أهل القرية وكانت بتبص، والبنت كانت في عمر 16 17 سنة زي في عمر الربيع كده عمر الزهور، وقعدت تبص عليه وحبته وقعدت تندى عليه يا سي حسن يا سي حسن، وبدأت إن هي تديله منديل وتحبه، وهو فعلا من النظرة الأولى وقع في حبها وبدأ إن هو عايز يخطبها. فيلم حسن ونعيمة من الأفلام الجميلة اللي بتنمي الحب عند الشباب، والقلب بيتفتح كده أول ما بنتفرج على فيلم من الأفلام الجميلة ديت فيلم حسن ونعيمة. محرم فؤاد عمل أفلام جميلة كتير وكانت بمثابة نجاح ليه، لأنه هو مش مطرب بس بل نجح بإحساسه العاطفي الجميل إن هو يغزو القلوب، والناس كتير تحبه وتحب تتفرج على أعماله. هو كان بيمثل بقلبه ويخش القلب كده أول ما حد بيتفرج عليه، لأنه هو ناجح وعنده حس فني كبير وعالي. نجح في الأغاني وكمان نجح في الأفلام اللي كان بيجسد الشخصيات فيها. سعيد صالح بالرغم من انه ملقاش الحظ الجامد ولا الثروة الطائلة في الأعمال اللي كان بيقدمها، طلع مع الفنان عادل إمام يوم بيوم، وكان في مسرحية مدرسة المشاغبين سعيد صالح وهادي الجيار، كان معاه عادل إمام، كانت هو جايبة نخبة كبيرة حتى الراحل أحمد زكي، كلهم كانوا مع بعض، وكانت مسرحية جميلة جدا. لكن سبحان القدر كل واحد بياخد نصيبه، مع إنهم كانوا مع بعض لكن هو كان فنان عالي جدا من الطراز الأول والعيار التقيل كمان، لكن ما خدش حظه، كلها أشياء من عند الخالق الموجود المعبود طبعا. لكن هو كفنان كفاية ان بيشار ليه بالبنان ان هو فنان عظيم وقادر يجسد كل الشخصيات الكوميدي زي في العيال كبرت، كان نار على علم ومن الناس الجامدة جدا. ولما لبس ست وكان بيضحك لما قال انا كنت في الاتوبيس، وكان لما بيحط المنديل على بقه يكفي ان هو ما يتكلمش ولا كلمة بل يضحك الجمهور. الفنان سعيد صالح رحمة الله عليه من الفنانين العظام اللي يشار ليهم بالبنان، وهو مدرسة لوحده كده بالفعل سبحان الله. ومدرسة لما عمل مع عادل إمام فيلم المشبوه كان من الأفلام الجميلة، لما كان أخوه كانوا بيروحوا يطلعوا يسطوا على مرتبات الموظفين، فكان الفيلم من الأفلام الجميلة لما قال له شممني ريحة الفلوس علشان ويدوقها يا ترى طعمكم ايه، كان من الحاجات الجميله ومن الماستر سين بتاع الفيلم، لان هي كانت حاجات جميله جدا. ولما خد اخوه وراح عرفه طريق مراته وسلط على ان العربيه تتحرق علشان مراته تضطر للرقص وسعاد حسني، وياخد اخوه يقول له انا عارف طريقه تعالى اوريك يا اخويا هي فين، ويوري له وهي بترقص وترتدي الباروكه الصفراء. فكان جامد جدا في التمثيل وشايل قلبه كده وحاطط مكانه صخره. فنان الراحل سعيد صالح أبدع وقدم حاجات جميلة تشهد عليه إلى يومنا هذا، وكل ما يعرض ليه فيلم بيكون مدرسة بيتعلم منه الشباب الجديدة المقبلين على التمثيل. هو يكفي إن هو يكون كده مدرسة يتعلم منها المقبلين على التمثيل وفي معاهد التمثيل ازاي يعملوا المشهد وازاي يقدموا المشهد. هو برع جدا. مسرحية بس المشاغبين العيال كبرت قدم نماذج عديدة جميلة، كل افلامه ما فيش منها فيلم كده، ومسرحية أستك منه فيه، وأفلام البحر اللي كان بيقدمها كانت أفلام جميلة جدا. وفيلم مع شهد الملكة وهو كان فران وهو بيتوالع من الحب على الجميلة نادية الجندي لما كان عاوز يتجوزها،
وهو فران وبيحرق العيش، من هيمانه في سحرها وسحر جمالها وبياضها. ده كان من الأفلام الجميلة اللي قدمها سعيد صالح. سعيد صالح مدرسة كلما الزمن مش هيكرره تاني، لأنه هو نجم جميل. قدم أعمال جميلة وتدرس، أفلامه وأعماله ومسرحياته تدرس في المعاهد الكبيرة العملاقة حتى في الخارج. شهادة يشهد عليها ربي إن هو إنسان جميل، قدم أعمال جميلة. وكان الواحد أول ما بيشوفه كده بيضحك على أعماله من القلب، خصوصا في المسرحيات اللي كان بيقدمها. في فنانين كتير. الفنانة الجميلة هند رستم، الأعمال الجميلة اللي قدمتها مع إسماعيل ياسين، طعمة، ما ننساش إحنا الحاجات الجميلة ديت. لما كان يروح يجيب لها هو فطاطري ويروح يجيب لها الحاجات ديت، ويجي يستخبى عندها في الدولاب وهي بتحشي المحشي وتغطيه بالفروة بتاعة الخروف. وأمها تيجي تجيب عشان تضيق لها جيب أو حاجة، تيجي تجيب الدبابيس والشقة فيه. كانت من الأفلام الجميلة طعمة وابن حميد، وقدمت أفلام جميلة. ولما كانت طالعة كاتبة ومع فريد الأطرش عنان، أفلام جميلة اتقدمت للفنانة الراحلة هند رستم، وهي كانت أنثى بمعنى الكلمة، وقدمت أفلام جميلة وكانت مميزة. جاءت باسمها الممشوق وجمالها الساحر الخلاب. فيلم الراهبات مع شمس البارودي وقدمته بروعة. مين يقدر على عزيزة، كلها أفلام جميلة قدمتها. لما كان وشها محروق وكانت بتحاول تداريه تحت الكاسكيت كده بشعرها الأصفر الجميل، فكانت بتبرع وبارعة جدا في فيلم رد قلبي. لما كانت في الكباريه وبتحب علي وحبته وكانت بتحب تشوفه، لكن هو كان قلبه مولع بإنجي بنت الباشا. وكانت في الكباريه دايما بتسأل عليه، تسأل رشدي أباظة وتسأل عليه وتسأل أخوه صلاح ذو الفقار عليه. ولما اتحرقت في الكباريه ومش عايزة علي يجي يشوفها وهي ملفوفة في الشاش وهي محروقة، فكانت بتقول له علي، وكانت بتحبه وطلبت منه يقبلها وهي ملفوفة بالشاش، لأن هي كانت بتحبه من قلبها. راقصة لكن كان عندها قلب وبيعرف يحب فعلا راجل مش عشان فلوسه. معظم الراقصات يحبون الرجال للمال والثراء اللي معاهم، لكن ديت حبته هو ما معهوش حاجة، حبته شاب بسيط قلبها حبه وما كانتش عايزة حاجة من الدنيا غيره. الفنان الجميل حسن يوسف، الشاب الجميل اللي كان دايما مع الفنانة سعاد حسني، وعمل مع الزواج على الطريقة الحديثة وعمل مع نجاة 7 أيام في الجنة، في أفلام جميلة. والفنانة الجميلة نجاة برعت معاه في تقديم الأفلام، وكانوا قابل كده مع بعض. وهو كمان مع سعاد حسني الزواج على الطريقة الحديثة، لما كان طالع ابن خالتها وباباه ومامته دايما بيحبوا النوم، سايبين باب الشقة مفتوح. من الأفلام الجميلة. والصيف وبهجة الصيف كنا لما بنشوفه دايما مع الضيف أحمد مع جورج الثلاثي. وهم بيعملوا نفتكر البحر على طول، وفعلا كانوا بيجيبوا البحر والمصايف وبيدوا للصيف بهجة وجمال فوق جماله. وحسن يوسف قدم أفلام كتير جميلة واتكلمنا عنه، وقلنا عمل برضه زوائل المداء لما كان أبوه طالع محمد رضا المعلم صاحب القهوة، وهو كان طامح وعاوز يعيش عيشة مش عيشة أهله. حسن يوسف من الفنانين الجمال. وفي رشدي أباظة فتى الشاشة الجميل، ابن الأسرة الأباظية الجميلة العريقة، قدم أفلام جميلة. وهو كان مولع بالنساء وبيحب السيدات والأعمال اللي كان بيقدمها جميلة جدا، وضحكته ما ننساهاش الجميلة لما كان مع شادية وكان مولع بالسيدات والزواج، وهي حبت تعلمه درس لما عرفت ان هو متجوز كده ست قبل كده. وكانت اديته درس كبير، ان جابت له الستات اللي كان متجوزهم وقعد يرقص بالعصايه، وكانت بتجري على الشباك على تمر من نفسها. افلام رشدي اباظة من الافلام الجميله طبعا فتى الشاشه الاول الجميل. برضو في عندنا احمد مظهر بالافلام اللي قدمها لصوص لكن ظرفاء. وطبعا لما كان عاوزين يسرقوا شقة الصايغ اللي تحت ويطلعوا ويقولوا البت جايبه له ورد والبت جايبه له تفاح وجايبه له عصافير ومعرفش ايه. فأحمد مظهر الفارس اللي كان بيهوى ركوب الخيل وعنده خيل، كان طبعا دوت برضو ما ننسالوش فيلم هناجي. كان من الأفلام الجميلة اللي قدمها. الراجل اللي بيحب يعمل علاقات نسائية ويسيب البنت وهو مدمرها، كان برضو من الأفلام الجميلة اللي قررت ان هي فاتن حمامه تنتقم منه لمقتل اختها هنادي اللي اعتدى عليها وقام باغتصابها، لكن كان بمزاجها ويسود راجع وهي شغاله عنده. كان من علامات السينما الموجوده المميزه. في صلاح ذو الفقار قدم وكان متجوز شاديه، قدم افلام جميله ما ننساش المشهد مع شاديه بتقول له احمد، لما كان
بتحبه وهو عاوز يتجوزها، لكن ابوها كان عايز يتجوزها لابن عمها، ويروحوا عند شاطئ مطروح. ما ننساش الذكريات الجميله ديت. تقول له احمد وهو يقول لها منى، وينزلوا البحر هي بالمايوه وبالمايوه. وكان عايز يتجوزها لكن ابوها كان رافض، وبالفعل بتقرر ان هي تهرب معاه وبتروح. لكن القطر هو بيكون مشي وهو فيه، وبتبعت له رساله وبتعيا، وبتقرر ان هي ما تتجوزش خالص. وابوها بيموت وبعد كده بتقرر ان هي تعيش ما تتجوزش، وبتشتغل مدرسه. والشاهد على قصه حبهم الفنان حسين رياض. وبتبدأ تنزل مصر وبتقابله بمحض الصدفة، وبيبدأ إن هو عاوز يعيد معاه الزمن تاني بعد ما اتزوج وأنجب ولد وبنت وبقوا كبار. لكن بترجع إن هي يروحوا الأماكن اللي كانوا بيحبوها مع بعض، وبيتجوزها. وبالفعل بيموت لما ابنه بيكتشف إن هو اتجوز من الست ديت اللي هي بتقول زي ضله. وبيقابلوها دايما في المطار بيقولوا ضل أحمد رشدي. وبالفعل بيروح يوم أبوه بيموت، بعد ما بيضربه بالقلم بيقول له الست ديت هي سبب في بقاء بيتكم. ابوه بيقول له الكلمات المؤثره ديت، وبيروح يقول لها ان ابويا مات، وبيتم في احضانها ان ابويا كان بيحبك قوي. ما ننساش كلنا الفيلم الجميل دوت من الافلام الجميله في شاديه وصلاح ذو الفقار. كلها افلام جميله. ما ننساش العملاق صلاح منصور بالافلام اللي كان بيقدمها الجميله. الزوجه الثانيه صلاح منصور عمالقه الفن وعمالقه الافلام اللي كان بيقدمها. وابو ربيع لما كان عايز ياخد الارض ويحط ايده عينه على الارض، عايز ياخدها بياخدها عنوة وبياخدها بأبخس الأثمان. صلاح منصور من الممثلين التقال العظام اللي قدم أفلام عديدة. وكمان فيلم الزوجة الثانية من الأفلام الجميلة اللي قدمها. الراجل العمدة اللي ما بيخلفش، على الناحية الثانية أخوه مخلف عدد كبير من الأولاد، وهو نفسه يتجوز ويخلف على زوجته سناء جميل. وبالفعل بيشوف عنده البنت الشغالة اللي بتيجي تحمل فرن وتكنس الزريبة اللي هي سعاد حسني. بيشوفها وعاوز يتجوزها، ولكن هي متزوجة، لكنه كان جبروت وقوي. وكانت متزوجة من الفنان شكري سرحان، وعندها ولد وبنت، بتعول حماتها ست الكبيرة العامية اللي ما بتشوفش. وقرر ان هو يتجوزها. بقت مراته بتقول له دي متجوزة، بتجيب له عرايس، لكن هو يقول لها دي متطلقة، دي لسانها صليد، دي كبيرة في السن. هو عينه راحت على ديت، على البنت الجميلة ديت عمر 30 سنة وعاوز يتجوزها. وبالفعل طلقها بجبروته من زوجها واتجوزها. لكن هي خدت عهد بينها وبين نفسها في السيدة زينب وفي الإمام الحسين، لما الشيخ قال لها لا يجوز إكراه واحدة على الطلاق بالزواج، وزواجك هيكون باطل منه، لازم يكون بمحض إرادتك. وهو طلقك عنوة، مش هينفع الزواج ده. وبتقرر ان هي خلاص هتحرم نفسها عليه. فالفيلم ده من الافلام الجميله. وبتكون علاقه مع طليقها اللي هو زوجها. هي كده عرفت ان هي مش متطلقه منه، بتنجب منه، تقعد تكيد العمده وبتقول له هو منك، طب انت جوزي. والفيلم من الافلام الجميله اللي بيثبت براءه الفنان صلاح منصور. ومعاه كانت فنانه أدت الدور سعاد حسني جميلة جدا، ووقفت قدام عملاقين سناء جميل وقدام صلاح منصور، ووقفت كمان قدام كانت أفلام جميلة جدا وحققت نسبة مشاهدة عالية. هنيجي نتكلم عن الفنان محمود عبد العزيز. الدنيا على جناح يمامة، العار، قدم أفلام كتير جميلة جدا. شاء من حق الزوجة، وكان بإطلالته الجميلة والضحك الجميل ورقصته الجميلة في الزوجة. شاء من حق الزوجة وهو بيغيظ حماته نعيمة الصغير ومراته، كان من الأفلام الجميلة اللي عملها. وقدم برضو حاجات تشار ليه بالبنان، وان هو نجح نجاح كبير برضو في فيلم العار. الدكتور النفسي اللي بياخد برشام بيبلبع كده بلابيع من الحاجات اللي بيعملها في المستشفى، لانه بيعالج مرضى نفسيين. ومن الافلام الجميله اللي عملها المسلسلات اللي قدمها جبل الحلال، محمود المصري، برع في محمود المصري. وقدم مسلسل رأفت الهجاني اللي برع فيه بقى براعة شديدة جدا، وكان بيقدم شخصية ان هو مش جاسوس، لكن المخابرات المصرية هي اللي بعتته. ولما يتعرف على جنسيات مختلفة ويسرى كانت وقدم حاجات كتير جميلة جدا. وفيلم الكتكات لما كان عامل دور الأعمى، دور أبو شريف منير. وقدم إبراهيم الأبيض، دور في فيلم إبراهيم الأبيض المعلم اللي بيحب البنت الصغيرة هند صبري، اللي هي كانت بيحلم ان هي تكون زوجته. وبالفعل قدر ان هو يدخل احمد السقا السجن اللي هو ابراهيم الابيض عشان يحوز على حوريه البنت الجميله اللي كانت في مخيلته بيتمناها زوجة ليه وتنام في فراشه. فهو عمل دور المعلم اللي يشوفه فعلا في الدور دوت يقول ان هو فعلا كده
دور الراجل الكبير اللي هو بيعمل كده زي ما قال لها اهون عليك تهوني عليا. ده من الافلام الجميله اللي قدمها الفنان الجميل محمود عبد العزيز. في الفنان القدير فؤاد المهندس، ما نقدرش ننساله الافلام الجميله اللي قدمها. بالبواب لما كان موظف وطلع على معاش وكان بينهر البواب اللي عنده اللي هو احمد زكي. افلام جميله قدمها الفنان فؤاد المهندس. اعماله اثرت السينما، وهو كان ما نساش كلمتين وبس البرنامج الصباحي بتاعه في الراديو، المذياع اللي كان بيقدمه الصبح. هو فنان جميل جدا وقدم اعمال جميله جدا، سك على بناتك، وهو فنان عظيم لو قدرنا نتكلم عنه مش هنوفيه حقه. هو قدم اعمال جميله وكان زوج للفنانه شكار، وقدم معاه افلام جميله كتير. هو والفنان محمد عوض دويتو جميل، وكانوا اصدقاء مع بعض وبيمثلوا مع بعض. محمد عوض قدم افلام كتير مع حسن يوسف لما كانوا الثلاثه ياخدوا ولاد عمهم الثلاثه ميرفت امين، وعمهم قال لهم روحوا دوروا عليهم في مصر، وهم كان عند خالهم الفنان عبد المنعم مدبولي، وكانت زوجته نبيلة السيد. فيلم من الافلام الجميله لما جم مصر وبيحسبوا دول مش ولاد عمهم، لكن المفاجاه في اخر الفيلم ان دول ولاد عمهم. افلام جميله اتقدمت واثرت السينما في كتير. في رجاء الجداوي قدمت اعمال كتير، وهي كانت كمثريه وكانت عارضه ازياء. قدمت اعمال كتير، وقدمت في مسلسل الاسطوره، وقدمت في فيلم دعاء الكروان لما كانت بنت الراجل ذات المنصب الكبير اللواء دوت، وكان جاي يتقدم لها احمد مظهر. قدمت افلام كتير، وهي كانت ست ارستقراطيه وبالفعل نجحت في الافلام وفي المسلسلات اللي كانت بتقدمها. اخرها مسلسل، وقدمت في ريح المدام، وقدمت في كانت جميله جدا لما اتجوزت اكرم حسني في المسلسل. قدمت افلام عظيمه ومسلسلات جميله حازت على اعجاب المشاهدين. هي ست كانت ارستقراطيه جميله عظيمه. في كمان الفنانه مديحه يسري قدمت اعمال جميله كتير، وفي مديحه حمدي، وفي نبيله عبيد، في زهرة العلا، في أمينة رزق، في شكري سرحان. أعمال كتير. في عبد الوارث عصر، في نجيب الريحاني، في نعيمة عاكف، في من الجيل الحديث أحمد السقا، في كريم عبد العزيز، في محمد هنيدي، أحمد حلمي، أشرف عبد الباقي. نجوم كتير قدموا حاجات جميلة. وأشرف عبد الباقي استطاع إن هو يطلع يجيب مجموعة من الشباب يعمل بهم مسرحيات، وبالفعل أتاح لهم فرصة إن هم ينجحوا. ويزو معاه، في علي ربيع، مصطفى خاطر، كلهم أس كلهم أدوا ببراعة معاه، وقدر إن هو يفتح لهم المجال. ما كانش عنده إن هو نفسه بس، بل أتاح الفرصة للشباب دول. في عمل أشرف عبد الباقي راجل وست ستات، حلقات كتير مع لقاء الخميسي، زيزي مصطفى، منا البنت الصغيرة، منا عرفة، في انتصار. قدر أشرف عبد الباقي إن هو يحقق حلمه ويعمل المسرح مسرح مصر. الناس بتروح له كل أسبوع ويقدم أعمال بينه وبين الجمهور كده بأسعار تكون في استطاعة الجميع إن هو يكون قدامهم، ويحقق نسبة مشاهدة كبيرة ليه للجمهور إن هو يروح ويتابعه كل أسبوع. وقدر يحقق النجاح حتى لفئة الشباب اللي معاه، وكل واحد فيهم شق طريقه. علي ربيع بدأ يعمل مسلسلات رمضانية ويحقق نسبة مشاهدة فيها، وقدر ان هو يعمل برضه افلام هو والفنان محمد عبد الرحمن توتة، وقدروا ان هم ينجحوا مع بعض في خير وبركة. وقدم عمر ودياب مع برضه محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن من الفنانين الجمال اللي اول ما يطل علينا باطلالته بنضحك ونفرح بمشاهدته، لانه هو افيهاته جميله، ونحس ان هو واحد قريب كده من الاسره واخونا او ابن عمنا، وان كلماته مش مفتعله، وان افيهاته جميله وعميقه، وبيقدم الضحكه بتبهجنا وبتبسطنا. ممثلين كتار قدروا ان هم يقدموا اعمال جميله ويسعدونا. في ريم مصطفى، في لقاء الخميسي، في ميرنا نور الدين، كلهم فنانات بدأوا يعملوا أعمال ويتقدموا مع بعض في أعمال جميلة. برضو في هاجر أحمد بيقدموا الأعمال كمسلسلات كده زي السابع جار، وزي البنات، زي المطلقات، كلها أعمال جميلة.
بيتجمعوا فيها وبيقدموا نموذج جميل بيتابعوا الجمهور والمشاهدين. كلها وجوه جديدة صاعدة بتقدم وبتحقق نسبة مشاهدة جميلة، والفتيات بيقعدوا بيتابعوا المسلسلات اللي بيقدموها ويتابعوها بيلاقوها جميلة. انتصار بتطلع علينا بإطلالات برضو غير سنها وبتكون جميلة ومميزة. جت في راجل وست ستات لما كانت طالعة أخته، وكانت بتقدم نموذج الأخت اللي هي سنها كبير لكن كانت بتحب تعيش حياتها. وفي النجم الجميل مصطفى شعبان، مسلسلات رمضان الجميلة. مصطفى شعبان قدم لنا مسلسل بابا المجال، واستطاع ان هو يدخل كل بيت يتفرج عليه. المسلسل كان هادي في الاول لكن كان ماشي في وتيره عاديه جدا، الميكانيكي اللي مفيش حاجه تتعصى عليه، وقدر ان هو ما كانش عارف ان ابوه ميت. امه سوسن بدر بدات تتكلم معاه وتقول له ان ابوك موجود لما وقعت في مصيبه ان اسم راجل مجرم وغير الناس عشان البوليس يقبض عليه. مسلسل بابا المجال برغم من ان هو عارف ان ابوه غني وثري وعنده ذهب كتير وعنده محلات كتير لقطع غيار السيارات، لكن ما قدرش يغير الطيبه اللي جواه. وامه اصرت ان هي برضه ما تاكلش من الحرام بمقولتها اللي ياكل الحرام ياكله، وقدرت ان هي تاخدش من الفلوس ديت وتقف بنصبة البسبوسة، عربية البسبوسة. الابن ما كانش عايز امه تقف كده، لكن عارف ان امه عندها عزة نفس وكرامة، فيبعت لها الزباين الاطفال تشتري منها. وهي اكتشفت في الاخر ان ابنها اللي بيبعت لها الزباين لما الولد قال لها ان هو واخد الفلوس من ابنها وجاي يشتري منها، عرفها ان زين هو اللي مديله الفلوس وجاي يشتري منها. فقالت له، عرفت ان ابنها اصيل، وطبعا كانت دايما بتدعي له. زين قدم اللي هو مصطفى شعبان مسلسل جميل حاز على اعجاب المشاهدين. وحب البت هادية، البنت اللي هي كانت بالسعودية اللي عايزة تاخد بالطار منه، لكن البنت اللي كان عامله ان هي بتحبه عشان الفلوس ديت هي اللي ادت امه حقنه السكر علشان تموتها. فكانت ربنا اختار له الاحسن واختار له ان البنت ديت حبته بجد. الفنان محمد رمضان قدم اعمال كتير، ابن حلال، الاسطوره، وكلنا ما ننساش فيلم الالماني. والافلام اللي قدمها كتير بتعجب البعض والبعض ما بيحبهاش، نختلف او نتفق عليه، لكن المسلسلات اللي بيقدمها هو شعبي وما بيلاقيش غير في الشعبي. والمسلسلات اللي بيقدمها بتلاقي نسبة مشاهدة عالية. سبحان الله، هو بيخش قلوب الناس. ناس كتير بتحب أعماله تقرر إن هي مش هتتفرج له على حاجة لما بيستفزهم بأي حاجة بيعملها، طيارة أو فلوس أو بسين أو أي حاجة. لكن سبحان الله، أول لما بيتعرض له مسلسل بنلاقي الناس بتتفرج في رمضان، زي جعفر العمدة اللي كان تكالب الناس على وقت المسلسل، الشوارع فاضية كلها بتتفرج على جعفر العمدة. محمد رمضان سبحان الله محظوظ ما شاء الله، ودايما مسلسلاته طرقعة كده ونجم ساطع وبيحقق نسبة مشاهدة عالية. هو لو يعرف ان الناس بتحبه في المشاهد ديت هو هيكررها وهيعملها، لكن هو بيغيظ الناس شوية، لكن الناس بترجع تتفرج على الأعمال اللي بيقدمها. فعلا ذكي وقدم أعمال كثيرة من لون الناس، من طعم الناس، من اللي الناس بتعانيه. وهي كده بنقطة النجاح بتكمن في التفاصيل زي ما بيقولوا. التفاصيل بتاعت نجاح محمد رمضان في العمل ان هو بيقدم وجع الناس ووجع الشعب، والحاجات اللي هم الطبقة الكادحة اللي هي تعبانة ومتمرمطة، أو واحد عصامي بنى فلوسه، أو واحد عامل أو فاعل، أو واحد شقيان أو تعبان، أو فرد أمن زي الفيلم اللي عمله كده فرد الأمن وقدم ان هو جاي واحد من الارياف وجاي من الارياف ما تخافش، والكلام اللي هو بيقدمه. كل الاعمال اللي بيقدمها بتلقى نسبة مشاهدة عالية. احمد السعداني استطاع ان هو برضو ما ياخدش من نجاح ابوه، برضو ثبت نفسه على الساحة بالاعمال اللي بيقدمها. في عز صحاب قدم العمل وكان ناجح وساب بصمة. وبيقدم احمد السعداني في وقتنا الحالي بيعرض له مسلسل سيب ونسيب مع هنا الزاهد. اعمال كتير هو ما دخلش في بلطجة ابوه، ما انصهرش فيها، بل تملص من جلد ابوه وخرج ان هو يقول انا ذاك، انا احمد السعداني، انا بقدم اعمال. وبالفعل نجح في الاعمال اللي بيقدمها. كانت معاه المطربة سومة. فيلم عز صحاب من الافلام الجميلة يا جماعة
في رومانسية عالية، والبنت سومة بتجسد شخصية جميلة إن هي كاتمة في قلبها ومع أحمد فلوكس ابن فاروق فلوكس، وكان بيحبها وهم كانوا صغيرين، وكاتب لها جواب وهم أطفال، والجواب كان معاها ومطبقاه في إيديها، وقدرت يعني حصل بينهم خلاف كده إن أنت بتغير من نجاحي او بتاخد صوري او الكلام ده وتنسبها ليك. فكل الكلام دوت كان في الاخر من صاحبتها الغنية، لكن في الاخر وهو طالع بيتكلم في المايك عن ان هو بيحب بنت صغيرة كانت معاه في المدرسة، وهي طلعت كملت له الجواب ان محتفظة بالجواب ده قرابة بتاع 15 سنة. ده يعني معناه هي بتحبه وبتحب بجد وما حبتش حد غيره. فيلم اعز اصحاب من الافلام الجميلة لسومة ولاحمد السعداني ولاحمد فراوكس، كلها افلام جميلة. ومعتز التوني دوت من الافلام الجميله اللي كانت وما زالت كلما تعرض بتبقى نسبه مشاهده عاليه. نجوم كثر موجودين على الساحه، وكمان منهم عمرو سعد بالمسلسلات اللي بيقدمها. عمرو سعد قدم ملوك الجدعنة مع مصطفى شعبان، وقدم رمضان 2022 الأجهر. كانت من المسلسلات الجميلة اللي حققت نسبة 2023 من المسلسلات الجميلة اللي حققت نسبة مشاهدة عالية ونجاح كبير للفنان أحمد سعد. ما ننساش فيلم حين ميسرة اللي قدمه بوضوح طبعا بخط عريض للجمهور في حين ميسرة مع سمية الخشاب. البسيط اللي هو عادل حشيشة الميكانيكي البسيط، لأم هالة فاخر اللي قاعدة بتربي ولاد ابنها اللي مسافر العراق، وبرضه ربت ولاد بنتها اللي هي جوزها قتلها. وعادل حشيشة اتعرض للبنت اللي كان بيحاول ينقذها من واحد وخطفها بعربية، وبعد كده جت عاشت عندهم في البيت. وناهد اللي هي سمية الخشاب اللي من الأرياف واللي حملت منه، وجت تقول له، قال لها لو ربنا كرمني اللي في بطنك هيكون ابني، لما كرمنيش لا انا اعرفك ولا اعرفه. وفعلا رمت ابنها في اتوبيس المحافظات، وجيت تدور عليه ما لقيتهوش. والولد برضه اصبح من ولاد الشوارع وقرر نفس القاره بتاعت والده ووالدته، وفي مصيرهم في الاخر واشتغلت رقاصه. في الاخر الولد برضه متشط على ظهر القطر اللي ابوه وامه فيه. دي مفارقه جدا ما تحصلش الا في العشوائيات. في فيلم حين ميسرة من الأفلام هو مر جدا، لكن بيحاكي قصة العشوائيات واللي حصل فيها للمخرج خالد يوسف. طبعا أحمد سعد قدم أعمال كتير، بيحاول إن هو يكون شاب عادي، ممكن يكون طالع معلم، ممكن يكون طالع في الصعيد، لكن شئنا أم أبينا هو بيقدم نماذج كتير. في نضال الشافعي يقدم أعمال كتير. في الفنان ياسر جلال ساحرة الجنوب ما نقدرش ننساه، ابن الراجل الغني اللي عرف ان امه امها ابو عوف ديت مش امه، بل امه هياتم الست البسيطة اللي بتبيع حاجات محل كده قمصان وجلاليب وعبايات. وحب البنت ديت حورية فرغالي اللي هي ساحرة الجنوب. مسلسل ساحرة الجنوب من المسلسلات الجميلة اللي برضو عجب المشاهدين. ياسر جلال قدم مسلسلات كتير، ظل الرئيس وظل راجل، مسلسلات كتير قدمها الفنان ياسر جلال. والفتوة مع مي عمر، وعلاقة مشروعة مع مي عمر برضو التاني. ومي عمر قدمت برضو أفلام كتير ومسلسلات كتير. ما ننساش دورها في لؤلؤ، جوزها عامل لها رتم عالي بيقدمها في صورة مبهجة. لؤلؤ كانت من المسلسلات الجميلة. ودورها في علاقة مشروعة اللي هي الزوجة في السر اللي كانت متجوزة صاحب ياسر جلال، لكن هو اتجوزها في السر بعد ما زوجها طلقها وخد لها فيلا، وبعد كده مراته بتقتلها في الآخر. فكان من المسلسلات الجميلة اللي اتقدمت بشكل جميل وحازت على إعجاب المشاهدين. ما ننساش الفنان الكبير محمد سعد في الأدوار اللي قدمها الجميلة وسبب وش السعد عليه. فيلم الليمبي واللي بالي بالك والليمبي 8 جيجا، قدم أفلام كتير جميلة جدا وحازت على إعجاب المشاهدين. وأخيرا المسلسل اللي قدمه في رمضان مسلسل إكسلانس، ورشة الخردة، اللي هو كان طالع في وكالة البلح. من المسلسلات الجميلة والمعروف عن الفنان محمد سعد إن هو حركاته الجميلة اللي بيقدمها محدش يقدر يعمل زيها. مسلسلات جميلة وأفلام جميلة الفنان محمد سعد. في مي عمر، في
أخت الفنانة مي عز الدين طلعت مع الفنان محمد سعد في لمبي 8 جيجا، وقدمت مع تامر حسني سلسلة عمر وسلمى، ثلاث ثلاث أفلام منفصلين. كانت جميلة جدا ومميزة جدا. ما ننساش إطلالتها في الأغاني الجميلة مع الفنان تامر حسني. تامر حسني عمل برضو أفلام كتيرة وثبت نفسه كفنان ومطرب بالأعمال اللي بيقدمها في أفلام العيد اللي بيقدمها. ومع عمر وسلمى هي كانت البدايات ليه إن هو يستمر في تقديم الأفلام زي بحبك، تصبح على خير، وأهواك، والبدلة مع أكرم حسني. ما ننساش الفنان أكرم حسني الجميل. لما عمل فيلم البدلة مع الفنان تامر حسني كان متقدم برونق عالي جدا، وبقوا بمثابة أصدقاء. والفنان أكرم حسني لما كان بيطلع على MBC في أبو حفيظة وعلى موجة كوميدي العاشرة مساء قدمه، وهو كان جايب إطلالة محدش يقدر يعملها. أكرم حسني من الفنانين الجمال اللي ليه كاريزما خاصة بيه. قدم أعمال جميلة وزي في ريح المدام لما كان متجوز الفنانة رجاء الجداوي في العمل. قدم أعمال جميلة مميزة. نيجي للفنان محمد رمضان لما قدم مسلسل الأسطورة، قدمه ببراعة وشخصيتين، أخوه رفاعي الدسوقي ونيجي ناصر الدسوقي، شخصيتين هم صعبين جدا، شتان بين الشخصيتين. المتعلم اللي هو في كلية الحقوق والبتاع الحدادة ورشة الفرجيه اللي بيعمل فيها كراسي والترابيزات والشبابيك الحديد والسور الحديد بتاع البلكونات، كل شيء يخص بالفرجيه، أعمال الحدادة. رفاعي الدسوقي اللي بيعول الأسرة، يعول أمه، بيصرف على دراسة أخوه في كلية القاهرة، جامعة القاهرة. تمارا اللي بتحب ناصر، بس تمارا قرفت لما راحت بيت ناصر وشافته. ياسمين صبري لما راحت البيت شافت امه وراحت حكت لامها وقالت لها ست ما نجيبهاش خدامه عندنا يا مامي، وكمان ريحه البيت كده ما عجبتنيش، انا اشمئزيت لما شفت الناس ديت. فسبحان الله يعني ما حبيتش ناصر، لان اللي بيحب حد بياخده على عيبه، بيحب عيلته، لكن هي ما حبتوش، وبالفعل هي ندمت لما سابت ناصر. لما ناصر حب يثبت لها بعد موت اخوه واشتغل في شغل اخوه وحقق مكاسب طائله، حب يثبت لها انا ناصر اهو اللي في يوم رفضتيني انا خليكي تبكي دم على انك سبتيني. وبالفعل قدر ان هو يبكي تمارا ان هي سابته. ولما جات له وقالت له انا اتطلقت يا ناصر، راح مقطع الصوره وخلاص هو ما بقاش عايزها، لانه عارفها على اصلها ان هي ما عندهاش اصل، بتحب الفلوس ما بتحبش الشخص. فكان مسلسل الاسطوره من المسلسلات الجميله اللي موجوده كبصمه. شئنا ام ابينا، رفض بعض الجمهور او كان مؤيد ليها ان هو مسلسل ناجح. وقدر النماذج يا جماعه الموجوده في المجتمع كتيره مثل النماذج ديت. النماذج كلها مش المدينه الفاضله، مش هي المحترمه، مش هي اللي ما فيهاش حاجه غلط. كل مجتمع وفيه خطيئه، وكل مجتمع وفيه ناس كويسه وفيه ناس سيئه. فطبعا مش هنقول كل المجتمعات المدينه الفاضله، لا، من منكم بلا خطأ فليرميها بحجر. في منا أخطاء وفي منا ناس كويسة ماشية على الطريق الصحيح. طبعا الأعمال ديت يا جماعة ديت نماذج بتتقدم للمجتمع من أجل أخذ العظة منها، مش من أجل ده بيشرح إن هو المجتمع كده كله، لا، في مجتمع كويس، في مجتمع فيه شيوخ، في مجتمع فيه ناس سيئة، في مجتمع فيه ناس صالحة. طبعا الفنانين قدروا إن هم يجسدوا الشخصيات ديت. في فنانين كتير قدموا أعمال كتير، حتى كريم عبد العزيز ابن الفنان محمود عبد العزيز قدر ان هو يجسد شخصيات كتيرة، وقدر ان هو يطلع في مسلسلات زي شقة فيصل. قدر ان هو يعمل ان هو كأنه مطرب وجه مصر وبقى، وكانت معاه ايتن عامر البنت الشعبية اللي اختها متجوزة ابوه اللي هو الفنان، متجوزة نسرين امين ديت كانت متجوزة صلاح عبد الله وهي اخت ايتن في المسلسل. وقدرت ايتن ان هي تتجوزه وتخليه يحبها ده في اخر المسلسل. فعندنا كريم ابن محمود عبد العزيز قدر ان هو يجسد شخصيه جميله في شقه فيصل، ونحس ان هو كده انسان بسيط، لما بيحسسنا بالالم كده ان هو بيعاني، فعلا بيعاني. في كريم عبد العزيز وقدر ان هو يعمل كريم محمود عبد العزيز مع كريم عبد العزيز فيلم بيت الروبي، وقدر الفيلم يحقق نجاح كبير مع بعضهم. لما كان اخوه جاي ياخد الميراث، ياخد منه الميراث والكوافير ومش الكوافير، وجه عاش عنده
في بيت كريم محمود عبد العزيز. جه كريم كان ما بيخرجش ولا حاجة عشان حست مراته الدكتورة اللي ماتت تحت ايدها واحدة وهي بتولد، وبعدوا عن السوشيال ميديا وراحوا عاشوا في مكان ساحلي. لكن جم بحكم الظروف عشان ياخدوا ميراثه من اخوه، وكده انخرط في واقع الحياة العامة، وبدأ إن هو يخرج تاني. الشيء اللي خايف منه قدر سبحان الله يعمل فيديوهات في السوشيال ميديا عن إن هو كان بالصدفة كده بينهر ابنه، والفيديو أونلاين للناس، وبقى يجيب مشاهدات فلكية وترند، وبقى الموضوع حبه هو وبقى يرجع ليه، وعرف قدر إن هو يخرج للعالم دوت. لكن العالم صدمه تاني، ان بقى الناس تقول ده دوت اللي مراته موتت واحده تحت ايديها، انتوا طالعين تعملوا ايه، انتوا ابعدوا عننا احسن. وفعلا كده كان هيبعد تاني عن العالم دوت. وابنه كان واحد بيضربه في المدرسه لما عرف عن ابوه ان مراته مامة الولد دوت ماتت واحده تحت ايديها وهي بتولد. لكن ومرات اخوه بتولد في العربيه، قدرت اللي هي طار عماد كانت بتلد، وقدرت الدكتور اللي هي نور اللي هي مرات اخوه تولدها. وبالفعل بكده ثبتت ان بولدها هو، هي مش في مستشفى ولا تعقيم ولا حاجه. وكده كسبت الثقه في نفسها تاني اللي هي نور، وقدرت تولد سلفتها اللي هي طار عماد في السياره بدون امكانيات بدون اي حاجه. كانت معايا دوبك حاجات بسيطه في شنطة ايديها، وقدرت ان هي تولدها. وبكده رجعوا تاني للعالم بتاعهم، عالم السوشيال ميديا، لان ممكن يحصل الوفاة لاي حالة تحت ايد دكتور، لو هو جراح عالمي، لو هو اعظم دكتور في الدنيا، هي ارادة الله في الاول وفي الاخر. ملوش عمر خلاص، حتى لو هو تحت ايد اعظم دكتور خلاص نفذ قضاء الله، وبكده الحالة بتموت. فيلم بيوت الروبي هما الاتنين مع بعض شتان سبحان الله، كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، الاسمين على اسم واحد يفرقهم هو بس اسم محمود الراحل اللي هو ابو كريم. فطبعا الفيلم نجح نجاح كبير، ودوت بيكون منبه بان هم يعملوا اعمال تاني مع بعض. كريم عبد العزيز عمل فيلم الفيل الازرق وثبت نجاحه فيه جدا. كريم عبد العزيز فنان تقيل جدا وبيقدم اعمال كتيره، وقدم فيلم النادي السري مع ماجد الكدواني، وهو فنان تقيل وفنان عظيم وقدم أعمال كتيرة. ومسلسل الزيبق برضه من الأعمال الجميلة اللي قدمها كريم عبد العزيز. هو فنان تقيل وفنان مميز، وقدر إنه يحقق نجاح كبير ويدي بصمة لنفسه، ويدي نجاح وكاريزمته الخاصة اللي بيطل بيها على العالم بتاعنا اللي هو بيتابع الفن، وبيقول بيثبت نفسه بجدارة، وبيقول للعالم أنا موجود، أنا قدرت إن أنا أحقق نفسي وأثبت شهرتي، وأدي للعالم إن المصريين في مصر كمان فيها فنانين أقوياء بيقدروا إن هم يقدموا أعمال كتيرة جيدة. أحمد سلام قدم سبحان الله كوميديان جميل، طلع علينا وأطل وهو مبهج. مع الفنان محمد إمام في فيلم، عمل في فيلم مع محمد إمام جحيم في الهند، ولما حب الغوريلا وقعد معاه وأكنها أنسة كده وعمال بيداعبها. وشهرته السجوني مع فنان أحمد مكي في مسلسل الكبير. سبحان الله لما عمل شعره أصفر نجم ساطع، ولما عمل في فيلم، ولما في فيلم اشتغل فيلم عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره، لما كان طالع رايح هو والاثنين التانيين لبنان، وهو مسيحي، والراجل في المكان اللي هم كانوا فيه عاوز يجوزهم البنت الإسلامية وهو مش عايز يقول ديانته، عشان لو قال ديانته كان هيتعدم، فكان ساكت وهو اللي طلع عليه بالضحك. أحمد سلام من الفنانين الجمال اللي قدم أعمال جميلة، وبرضه قدر إن هو يلاقي حظه بالأعمال الجميلة اللي طالعة من قلبه، وقدر إن هو يوصل للجمهور والمتابعين. احمد مكي عمل اعمال اتش دبور وتيرنتا والمسلسل الكبير اللي دوت بقى حاله خاصه جدا، مفيش حد في المكانه ديت قدر ان هو يعمل العمل دوت بالشنب الكبير بالحواجب الكبيره. الكبير بتاع بلده اللي الناس بتسمع كلامه، واللي كانت معاه زوجته في الاجزاء الاولانيه بنت سمير غانم، دنيا سمير غانم، وبعد كده البنت ومربوحة اللي كانت طالعة معاهم. أحمد سلام عمل شخصيتين في المسلسل، لما كان بيمسك إن هو بيتكلم بيعمل على السوشيال ميديا. أحمد مكي كان عامل الشخصيات اللي هي الولد الأجنبي، والشخصية التانية اللي هو وشه فيه زي التعتير دوت
الوش المسفري ده بالشعر الأحمر، يعني كده الشخصية اللي هو كان العمدة الكبير بتاع البلد، الأخ الكبير، وشخصية الأجنبي أبو شعر طويل مضفر، والشخصية الثالثة اللي هو حزلقوم. في الفنان سمير غانم ومراته دلال عبد العزيز، وطلعوا بنتينهم دنيا سمير غانم وام سمير غانم. سمير غانم كان بيعمل مع لبلبة وبيشتغل مع يونس شلبي والناس القديمة ديت، ومراته كمان دلال عبد العزيز طلعت واشتغلت معاه أفلام عديدة، كانوا الاتنين بثنائي مع بعض، واشتغل مع نورة، اشتغل مع فريد شوقي. وفي عندنا صلاح السعداني برضو عمل أفلام كتير، في عندنا أحمد بدير، في عندنا آه، إبراهيم ناصر قدم الكاميرا الخفية، وقدم زكية زكريا، وقدم أعمال كتير. إبراهيم ناصر يشار بالله بالبنان قدم أعمال كتيرة جدا حازت على إعجاب الجمهور والمشاهدين. في عندنا إسعاد يونس قدمت أعمال كتير مع عادل إمام. في عندنا سعيد صالح برضو قدم أعمال كتير. في عندنا ليلى علوي قدمت مع ممدوح عبد العليم أفلام كتير. في عندنا عبلة كامل، بلطية العايمة، وعبلة كامل من الفنانات العظام اللي قدموا أعمال كتيرة جميلة. قدمت مع محمد سعد، وقدمت زمان في ليالي الحلمية، وقدمت بلطية العايمة، وقدمت حاجات كتير حازت على إعجاب المشاهدين والجمهور. وقدمت فيلم كلم ماما. الفنانة عبلة كامل من الفنانات الجمال، وسلسلة دم الأجزاء اللي اتقدمت، فنانة جميلة قدمت أعمال عظيمة حازت على إعجاب المشاهدين والجمهور بما تقدمه من أعمال محترمة وقيمة. كانت متزوجة لفترة فنان محمود الجندي، لكن زوجها أبو بناتها مش هو محمود الجندي. قدمت أعمال كثيرة جيدة وحازت على إعجاب المشاهدين والمتابعين والجمهور. في أحمد السقا قدم مع منى زكي أفلام كتير، ومنى زكي قدمت مع أحمد السقا تيمور وشفيقة، وقدمت وغادة عبد الرازق قدمت 90 دقيقة مع أحمد السقا، وأفلام كتيرة عظيمة وحازت على إعجاب المشاهدين والمتابعين. نيجي لمنى زكي قدمت برضو مع الفنانة عبلة كامل لما كانت طالعة خالتها في الفيلم اللي هي البنت الشلق، وكانت لما كانت بتتكلم وتقول بيبرق وبربرق. كانت فنانة جميلة وقدمت أعمال كتيرة عظيمة جدا. شيرين سيف الناصر برضو قدمت أفلام كتير حازت على إعجاب المشاهدين والمتابعين والجمهور. في عندنا شكري سرحان قدم مع شادية أفلام كتير حازت على إعجاب المشاهدين. الفنانة شادية والفنانة زهرة العلا قدموا مع بعض أفلام عظيمة. الفنانة فاتن حمامة برضو قدمت أفلام كتير. حسين رياض، في نجاة، في زهرة العلا، في الفنانة هند رستم، في نور الهدى. افلام كتير ممتعه اصبحت المشاهدين بيتابعوا كل واحد على حسب النوعيه اللي بيحب يشوفها، ان كانت دراميه ان كانت افلام كوميديه. يونس شلبي قدم افلام كتير زي فيلم الفرن معاه معالي زايد. نور الشريف ما ننساش الفنان الجميل نور الشريف قدم فيلم حبيبي دايما مع زوجته بوسي، والفيلم كان من الافلام الناجحه العظيمه اللي كانت من انتاجه. ابراهيم اللي كان في كليه الطب وطلع رحله مع فريدة اللي هي كانت بوسي، والبنت كانت من أسرة أرستقراطية، وكانت أخته معاهم في الرحلة وخطيبها، وكان حبها، وبالفعل بدأ يتواصل بعد الرحلة. انتهى الرحلة في اسكندرية كل يوم معاه، وقالت له تعالى تقدم لي. وكانت جدتها نعيمة وصفي، وراح جدتها اديتها دبلة كده شبك كده، قالت لها خد اديها له لإبراهيم. اديتها له وقالت له تعالى تقدم لي، وراح يتقدم لها، لكن أبوها استهزأ بيه وقال له انت شايف بنتي عايشه ازاي، انت هتعيشها ازاي؟ قال له انا ليا اختي ولسه هجوزها. قال له وانت دراسه الطب لسه قدامك وقت. خرج ابراهيم منهار وبداوا ان هم يبحثوا لفريده عن عريس. جابوا لها الفنان سعيد عبد الغني، وكان دوت عايش في اليابان، وبدا ان هو ياخدها. اتجوزها، حصلت مراسم الزفاف وراحت معاه. شافت المجتمع بتاعهم بيتفرجوا على الافلام الاباحيه. كانت ماجدة الخطيب بتيجي تقعد معاهم ندوات شعريه يتفرجوا على الافلام الاباحيه. هي ما عجبهاش الوضع ده، وفعلا اتطلقت ورجعت مصر. وبدات ان جدتها نعيمه وصفي تقول لها تاخدها النادي عشان ابراهيم يشوفها. في الوقت ده ابراهيم كان بدا يشق طريقه وجوز اخته، وبدا سوسن بدر تقف جنبه وتفتح له عياده وتجيب له حاجات ادوات خالها بسعر رمزي، تقول له انت هتدفعه بالتقسيط. وبدا يشارك زملائه في فتح العياده، كل واحد ليه اوضه. وبالفعل ابراهيم بدا يشتغل ويتعرف ويروح ندوات. جدتها شافته وسلم عليها مره وقال لها ان انا جاي ندوه
قالت له انت بقيت دكتور مشهور، واداها كارت، قالت له كمان كارت. المهم بعد كده جت رجعت فريدة، وجدتها حبت تقربها تاني من إبراهيم، وإبراهيم شافها وقالت له ده فريدة هنا، وكانت في المستشفى، راح ووقف جنبها، عرف للأسف من الدكتور إن هي عندها السرطان، وإن في آخر أيامها، وبدأ الطلبة من أبوها وافق عشان عارف إن هي خلاص حالتها خلاص متأخرة وإن هي هتموت. وبالفعل اتجوزها، وبدأوا يروحوا يقضوا شهر العسل في لندن، وبدأ يعمل لها إشاعات وفحوصات. قالت له ليه بتعمل لي كده؟ قال لها عشان أحافظ على حياتك، عشان أنت غالية عندي. وبالفعل اكتشف ان هي خلاص كلها شهور وهتموت. بتقول له احنا هنحوش، قال لا لا احنا مش هنحوش، احنا هنتفسح بكل الفلوس. وهو كان ساب سوسن بدر اللي وقفت جنبه عشان حبيبته فريده. وبالفعل بدا ان هو كانت في حياتها الاخيره، وهي راحت خرجت يوم صحت ما لقيتوش، سايب لها جواب، راحت العياده عرفت ان هي الدكتور اطلعها ان هي خلاص باقي لها شهور وهتموت. وقالت له انا عرفت يا ابراهيم، وكان مشهد جميل جدا للاسف، بس كان للاسف وهي بتبكي انا هموت، وحضنها. وجت اليوم على البحر، اليوم اللي اتقابلوا فيه على البحر زمان، نفس المكان راحوا اتقابلوا فيه، وهي بتغرب بحياتها عنه، ماتت في اليوم دوت على البحر. وبدأ ان هو ابراهيم كده كان فيلم حبيبي دايما من الافلام الجميله. عمل فيلم تاني انتج فيلم تاني، فنان الجميل نور الشريف في العاشقان، لكن ما حققش نسبه النجاح اللي حققها فيلم حبيبي دايما. ف كان فيلم حبيبي دايما هو اشد نجاحا. الفنان نور الشريف عمل افلام كتيره وناجحه، ومنهم فيلم العار، وسواق الاتوبيس، وليله ساخنه مع لبلبه، وقدم افلام كتير وفيلم سواق الاتوبيس من الافلام الجميله اللي بتشهد للفنان نور الشريف لما كان ابوه الفنان عماد حمدي، ورايح يلم عشان الورشه بتاعت ابوه هيتحجز عليها، وكان عايز يلم لابوه فلوس عشان يشتري الورشه وما تتباعش في المزاد. من الافلام الجميله اللي حققت نسبه مشاهده عاليه، وموجود ومطرق في تاريخ السينما، ان هو من اعظم الافلام للفنان الجميل نور الشريف. عمل عائلة الحاج متولي، وكانت من المسلسلات اللي قدمها الفنان الراحل نور الشريف ناجحة ومثابة نسبة نجاح عالية. عمل مسلسلات كتير ناجحة جدا، حققت نسبة مشاهدة عالية جدا. حضرة المحترم أبي برضو من المسلسلات اللي قدمها الفنان الراحل نور الشريف. زوجته بوسي برضه عملت أفلام كتير، مقاولات وغير مقاولات، وكانت بنات حارتنا عملته قدمته مع دلال عبد العزيز. كان من الافلام الناجحه اللي قدموها مع بعض. ونور الشريف قدم افلام كتير ومسلسلات كتير كانت بمثابه نجاح ليهم. السينما المصريه سينما عظيمه وعريقه، أثرت العالم العربي كله بالحاجات بالأعمال اللي قدموها، وكانت بارعة وعظيمة. نجوم قدامى، نجوم عظام، من فريد شوقي، من أنور وجدي، زكي رستم، عبد الوارث عاصر، حسين رياض، أمينة رزق، ميرفت أمين، يوسف شعبان، مديحة حمدي، مديحة يسري، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، عصام السقا، كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، كريم فهمي، في مي عمر، فنانين كتير قدموا، في شريهان قدمت أعمال كتير عظيمة حققوا نسبة نجاح مشاهدة. وتظل السينما المصرية منبر لجميع الدول. إن مصر كانت في زمن الأفلام الماضية القديمة، في جيل حقبة الخمسينات والستينات والسبعينات حتى الثمانينات كمان، كانت بتهتم بإقامة الأفلام القوية، وما بيهم الإنتاج بيصرف كل ما لديه ومن الإيرادات اللي بيقدمها بوفرة علشان الإنتاج يكون قيم ويقدم الأعمال على أكمل وجه. الفيلم لو محتاج تصوير في الخارج بيتصور، محتاج إضاءة جديدة بيتعمل، حتى لو محتاج ضيف شرف وبياخد مبالغ مالية كانوا بيجيبوه لو السيناريو محتاج ذلك. طبعا القصة الجيدة هي بتكون رأس الحربة، أو هي بتكون من أهم العناصر لنجاح العمل. وأي عمل يجب أن يكون جيد لابد له ولازم له من توافر عدة عناصر، منها أهم حاجة القصة الجيدة. بعد كده الأبطال اللي هيأدوا العمل إن بيكونوا أبطال ليهم نجاح سابق، ومش بيجيبوا حد مغمور. مع ممكن يكون في فنان يأدي الدور، لكن لو شركة الإنتاج عايزة فلوسها ترجع لها وبوفرة بتبتدي تجيب حد يكون سابقة أعمال، وفنان يكون قدم أعمال قبل كده وناجحة، يكون بطل بمعنى الكلمة. طبعا اتكلمنا عن القصة، عن البطل، الإضاءة الخارجية، الإضاءة الداخلية،
اماكن التصوير، اللوكيشن الجيد، طبعا راحة الفنان وهو بيعمل العمل، روح الفريق الجيدة، التصوير الخارجي، السفر اللي بيتقدم في جميع انحاء العالم للعمل من شواطئ، من مناطق ومتنزهات، خلاه يبقى متنفس كده للفيلم. لو الفيلم طبعا افلام عيد وبيتقدم في الصيف والكلام ده، الشواطئ تيجي، اطلالة البحر بقى لها فعل السحر كده، بتبقى جميلة جدا، يخوض شواطئ، الكلام ده كان زمان حتى في الافلام الابيض والاسود القديمه بتاعت مديحه يسري، محمد فوزي، اسماعيل ياسين، احمد رمزي، ابن حميد، وفي الكلام ده كله اطلاله البحر بتخلي المشاهد قاعد مش عايز يقوم وبيسرح في البحر وجماله. كذلك الاعتماد على المناظر الخلابه بيبقى ليها عامل من عوامل نجاح الفيلم، غير انه يتصور جوه شقه مغلقه، جوه حجره مغلقه، جوه اسانسير، الكلام ده كله بيخنق المشاهد بيحس انه مرتاح للعمل. طبعا لما بيكون في حاجات مبهجه ومشروبات على البحار ومراكب سفاري، الكلام ده كله بتدي للعمل بيكون مبهج وجميل، وبيدي في نفس المشاهد روعه، بحس ان هو سعيد وفرحان ومرتاح كده للعمل ده ككل. طبعا كان زمان ما بيبخلوش على الانتاج، فاطين عبد الوهاب، الناس القديمه بتاع اسيا، الكلام بتاع زمان ده كله. مصر كانت منبر للحضارات ومنبر لان هم بيجوا من لبنان وبيروت قاصدين مصر، لان بيبقى فيها الفنان بيبقى ناجح، اي حد عايز يبدا طريقه الفني بيجي لمصر. ومصر ما كانتش بتاثر مع الفنانين دول بتديهم من كل عصارة فكرها وإخلاصها، مش بتقول دول مش مصريين أنا مش هنجحهم. فريد الأطرش نجح في مصر، في نور الهدى نجحت في مصر، صباح نجحت في مصر جاية من لبنان وعاشت في مصر وقدمت أعمال كتير في مصر. في الفنان أنور وجدي برضو كان بارع وأبدع في إن هو الإنتاج والتمثيل كمان بإطلالته الجميلة، وإن هو شارك صباح في عريس مراتي، وعمل فيلم جميل جدا، ومعاه الفنان فريد شوقي والفنان وحش الشاشة الجميل راحل فريد شوقي، قدم أعمال كتير، وبنته رانيا فريد برضو قدمت من شربات مع أبوها لما كان معاه بنتينه التوأم، اللي واحدة اتخطفت منهم وهم صغيرين، وواحدة اتخطفت لواحد محترم وكانت مذيعة، والتانية كانت مع شلة من بتاعة سرقة ذهب والكلام دوت، والبنت كانت جميلة وفرفوشة، التانية متعلمة ومذيعة وديت فرفوشة. فكان الفيلم من الأفلام الجميلة. من شربات كان فيلم جميل جدا، والبنت قالت له يعني أنت ربيت ديت وسبتني أنا؟ قال لها يا بنتي أنت خطفتي، وكانت جاية تسرق الفيلا، وقعد يقول لها إيدك خفيفة وأنا عايزك ترجعي البيت وأختك، وبقى يجيب لها فساتين وتنزل تلخبط الحفلة وتنزل تلخبط الدنيا. فكان من الأفلام الجميلة جدا. فنان محمد فوزي برضو كان بارع جدا إن هو الأغاني الجميلة اللي قدمها في الأفلام الاستعراضية، زي الفيلم بنات حواء، كان من الافلام الجميله اللي هو برضه وصل لقلب المشاهدين. عصمت اللي مش عايزه تميل ناحيته، وكانت بتضطهد الرجاله وبتكرههم وواخده العنوسه كده في طريقها، لكن هو قدر ان هو يوقعها في حبه بسبب التقل بتاعه، وبسبب ان هو عمل خطه كده وحيله ان هو يتجوز اختها، وان هو بيحب اختها، لكن اللي كانت مخطوبه لاناناس اللي هو اسماعيل ياسين. لكن هي لما لقيته واد فرفوش كده وجميل، طبعا قالت جحلم الثاني ويلا بقى. بعد كده طبعا فنانين كتير، في حسين فهمي قدم من جيل برضه محمود عبد العزيز ومحمود ياسين، ما ننساش الفنان الجميل محمود ياسين الراحل بأفلامه الجميلة زوجته شهيرة، الفنان سمير غانم وزوجته جلال، فنانين كتير قدموا أعمال جميلة. في طبعا أمين الهنيدي مع عبد المنعم مدبولي، عبد المنعم إبراهيم، محمد عوض، دول عمالقة الفن، دول الناس الكبيرة. وفي زكي رستم برضه مش مصري، في استيفان روستي مش مصري. زكي رستم برع ان هو يقدم دور الباشا بجدارة. في عمر الشريف اللي مارس العالمية، برضه طلع ليه خليفة برضه النبوي، خالد النبوي برضه بالافلام الاجنبية اللي بيقدمها. فمصر ولادة من النجوم العملاقة اللي برعوا في سماء لمعوا في سماء الفن وقدموا حاجات جميلة جدا أثرت السينما المصرية. ففي القديم كان الاهتمام بالأفلام مدة كبيرة، بيتم التمثيل قرابة ممكن سنة ممكن سنتين. حتى كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم عملت فيلم فاطمة ووداد، من الأفلام الجميلة جدا. فاطمة الممرضة اللي حبها أنور وجدي ونجحت مع الفنان أنور وجدي جدا في الفيلم دوت، كما لو كانت برضو كأنه قابل مميز. عملت فاطمة كانت الممرضة اللي بتشتغل عند أخوه الباشا، جاية من طرف المستشفى تشتغل عنده،
حبها، وكان اخوه الكبير الفنان سراج منير، وكان طبعا دوت ايوه، واخوه الوسطاني ايوه كده كده تمام، لكلمه توديه كلمه تجيبه. التاني كان بقى بتاع الدمجان بتاع الستات اللي كان على علاقه بمشكيب، لكن قال البنت فاطمه ديت الممرضه ممكن اطولها بارخص الاثمان، لكن البنت كانت من منطقه شعبيه وشريفه، رفضت، قالت له بالجواز. اتجوزها عرفي وسافر معاها، وبعد كده بدأ ان هو عاوز يتملص من الموضوع بعد ما راح حارتهم وقعد الفرح والكلام ده. كانوا كل ما يجوا لها دي طق الباجور في وشها، دي بتولد، دي القرنطاش، زهق وقرر ان هو يمشي من المكان علشان الحاره بيه او مش عاجبه. وبعد كده رجع تاني البنت الاولانيه خطيبته وهي جت زوجته فاطمه وقالت له ان هي حامل، لكن هو تنكر ليها وامها كانت بتربي ابن اخوها اليتيم. امها قالت لها جيب حيله، انا عايز الورقه عشان اخويا مش مصدق ان انا متجوزك، بيحسب ان انا عايش كده. قالت له يا نهار ابيض، انا ما عايش كده، خد الورقه وريها له. امها كانت راحت للمحامي راجل كبير فصح افندي في الشارع، كان راجل عقر، قال لها انا اروح ايه اصور لك الورقه، وصور الورقه. بس الراجل بتاع التصوير الفوتو راح عمل ايه، خد الورقه الاصليه واتصل بالباشا وقال له ورقه اخوك عندي ومعرفش ايه، والقصه اللي كلنا عارفينها. بعد كده خلع انور وجدي من فاطمه، وبدات تلاقي الامرين بقى ان ولدت، ويوم ولادتها الولد قعد تغني له اغنيه يا ابني انت بقيت يتيم ما اعرفش ايه، وقامت ضده المحاكم والكلام ده. لكن هو ابن باشا، فطبعا هي مش هتاخد معاه حق ولا باطل. راح خطب البنت اللي كان بيمشي معاها الاول، وهي كانت فئة السمعه وكانت مع واحد صاحبه والكلام ده كله، وقال لها ان الكلب اوفى منك والكلام ده كله. فقرر ان هو يرجع حاره عند فاطمه، ولما رجع عمل اكسدون حادثه، وبعد كده في المحكمة قرب ابنه ورجعت فاطمة ليه. فكان من فيلم فاطمة من الأفلام الرائعة، وأنور وجدي للشهادة أفلامه كلها جميلة، من ساعة فيلم دهب مع ماجدة الفيلم الجميل، البنت اللي لقاها صغيرة، وفيلم دهب من علامات السينما برضو لما لقى دهب على باب الجامع وهو ماشي بيزمر بالبالونات، وماجدة كانت بنت عمها اللي هي رميتها قدام الجامع عمالة تتلصص من بعيد كده تشوف مين اللي هياخدها، وبالفعل لها معدية وهي الإشارة على راسها، قال لها تاخديها البنت دي تاخدي عليها بالونة. قالت له لا أنا مش هقدر أخدها، مع إن هي اللي رميها وما كانش يعرف إن هي اللي رميها. فعرفت ما لقيتش طريقة، عرفت مكانه وخدها البيت عنده، كانت أوضة في حي شعبي فقير. بدأ إن هو يغني لها والبنت بتعيط ويزمر لها، طلعت الفنانة الجميلة زينات صدقي قالت له أنت إحنا مش هنبطل الإزعاج بتاعك ده، أنت عايز إيه؟ لقيت بنت، قالت له يا نهار أسود مين جايب البت ديت؟ قال لها دي بنتي. قالت له خلفتها أنت اللي ما شفنا لك ست ولا شفنا لك حد. المهم قال لها البت بتعيط، هي عامل لها بيض بالبسطرمة. قالت له بيض بالبسطرمة يا نهار أسود ده أنت تموتها. قال لها خلاص. راح بدأ إن هو قالت له هات لها لبن، راح جاب اللبن وغيرت البنت. هو طالع بيحسب ده ابنه. قالت له لا دي بنتي يا أستاذ أنت ما تنامش جنبها على السرير. ربى البنت وكبرت، وتشاء الصدفة بقت تضرب على الرق كده، وتشاء الصدفة إن هي تمر في يوم من قدام الفيلا بتاعت أبوها سراج منير وتلاقي تفاحية، ويخش ريحة الفيلا عشان ريحة الملوخية بالأرانب. وهنا الراجل بيبص للبنت نظرة ثاقبة كده، يعني قال دمه حنلها. وفي الآخر بتقف ماجدة على السلم وبتشوفها وبتبدأ تروح له الوحيد والقصة بقى. والبنت ربنا بيعملها طاقة القدر ليها إن بتبقى نجمة شهيرة وبتغني وبترقص وتقلد كاريوكا وتقلد هنا وهنا. وبعد كده بتبدأ إن هي تبقى شهيرة جدا ونجمة شهيرة. أبوها بيعرف بقى من بنت أخوه اللي هي ماجدة، فبيبدأ يقول هي اللي هتنجيني من لعب القمار، لأن الراجل والعياذ بالله كان لعيب قمار جامد. بعد كده بيروح البنت بقى لما بتعرف ان ده ابوها وده اللي رباها مش ابوها، بتبدا عاوزه ترمي نفسها من فوق، وبيندهوا وحيد بعد ما خدوها منه عشان ينقذ. فيلم دهب من الافلام الجميله اللي اثرت السينما المصريه، الافلام الجميله. في عندنا برضو الفنان احمد رمزي اللي عمل مع الفنان عبد الحليم بنات اليوم، اللي كان طالع الواد الدنجوان الشقي اللي بيحب ماجدة، لكن ماجدة كانت بتحب عبد الحليم، وعبد الحليم حب اختها الصغيرة بنت دكتور النساء اللي ولد اخت عبد الحليم. ففيلم بنات اليوم من الافلام الجميلة اللي عجبت الجمهور، والى الان بيعرض ونسبة مشاهدة عالية. فنانين كتير زي محمود المليجي زي سراج منير عمل افلام كتير جامدة جدا. الفنانة شادية عملت افلام كتير، تحية كاريوكا الجميلة عملت مسلسلات، وحتى مسلسلها تحية كاريوكا اللي عملته كان من المسلسلات الجميلة اللي حكت قصة حياتها. في غادة عبد الرازق عملت مسلسلات وعملت افلام كتير
وعجبت ان فيلم ريكلام من الافلام اللي قدمته الجريء، اللي قدمته ان هي راقصه ريكلاميه في في الكباريهات. بعد اتجوزت في الاول عشان جوز امها خلاها تتجوز واحد كان بتاع مخدرات، وحملت منه وبدات تروج المخدرات في شوارع الاسكندريه وهي راكبه التاكسي. بعد كده فرت لمصر عشان تشتغل ريكلام وبقى وسابت بنتها عند امها، وبنتها ماتت وهي بتشتغل ريكلام، وكانت دايما مطلوبه شاديه ديت بالاسم لطولها الفارغ وبنت طويله وعود كده. وبعد كده اما بنتها ماتت قررت ان هي تبعد عن الكلام ده، وكان معاها شله بنات كده كل واحده قضى قدرها المحتوم للقدر السيء دوت ان هي تبقى ريكلام في فيلم ريكلام من الافلام اللي برضو قويه وفيها عظه. في عندنا رانيا يوسف برضو قدمت افلام وقدمت مسلسلات كتير، حتى جت في مسلسل مع نور الشريف عائلة الحاج متولي، اللي هي كانت بنت مراته واتجوزت ابنه، فكانت لسه شابة وعملت أفلام كتير، وبرضه كانت من ضمن أبطال ريكلام، وكانت بترقص. وحكايتها في ريكلام إن هي كانت بتبيع شامبوهات وحاجات زي كده، ومخطوبة لشاب لكن ما كانوش عارفين يجيبوا شقة. قابلتها بنت قدام مول كده وقالت لها أنت مش فاكراني؟ ده أنا كنت معاكي في الكلية، أنت مال حاجتك متبهدلة. بنت كانت محجبة بنطلون جينز وشايلة الشنطة على كتفها بالشامبوهات والحاجة والروائح والبرفانات، فقالت لها بصي انا بكسب في الساعه كذا تعالي، وعودتها على طريق منيل. والبنت ايه بعد كده كملت معاه في القدر المحتوم دوت الى ان خطيبها دخل لقاها عند رجل الاعمال اللي هو شغال سائق عنده، فبرضه كانت من ضمن الابطال. في فنانات كتير قدروا ان هم في نسرين امين طلعت اشتغلت في افلام كتير برضه وثبتت وجودها. في شيكو برضه حملة فريزر ولا بنات العم من الافلام الجميله اللي هو كان جميل جدا ومحبوب ودخل قلوب الناس لما كان لابس البيجامه الحريمي ديت شيمه، وهو لما بقى بص في المرايه ولقى نفسه اقرع وكان منظر غريب. طبعا اللعنه اللي كانت على الفيلا لما تتباع عند التوقيع، فكان من الافلام الجميله هو الفريق اللي كان معاه. الفنان عادل أدهم ما ننساش الفنان دوت بالأفلام الجميلة اللي عملها الممتعة، ودايما كان بيلعب دور الشر الشرير اللي عمل مع المرأة التي غلبت الشيطان الراقصة نعمة مختار فيلم طلع بدور الشيطان وبدأ يغويها وقال لها أنا هحولك من دميمة الفيلم الجميل دوت لجميل في الجميلات، وبالفعل قالت له أنت بس حولني وأنا تحت أمرك وشبك لبيك. وأول ما حولها بقت تسمع كلامه واشتغلت في الإغراء والرقص وكده، لكن جت في الآخر وبقى ما بدأت تعرف طريق الله وتصلي بدأت أما تذكر اسم الله قدامه ويقول لها لا ويعمل كده. فكان من إيه الأعمال الجميلة اللي قدمها عادل أدهم. وعادل أدهم ما يختلفش عليه اتنين إنه فنان راقي وعملاق ومن عمالقة الفن الجميل. شكري سرحان برع مع شادية في اللص والكلاب وكان من الأفلام الجميلة، ورد قلبي لما كان طالع ابن عبد الموجود وإن هو كان علي، وطلع في الفيلم ابن راجل جنايني بسيط لكنه حب إنجي بنت الباشا ووقف قدام أخوها أحمد مظهر. وأحمد مظهر كان لسه شاب في ريعان شباب أول مرة يطلع، فكان من الأفلام الجميلة. وعمل مع شادية اللص والكلاب ولما كان بيسرق وبيسرقوا أركاديا وإن هو استخبى عندها وكانت اللعنات بتطوف في طريقه. وعمل السفيرة عزيزة مع سعاد حسني وكان جميل جدا لما كان مدرس ويقود القدر إن هو يسكن في الشقة اللي قدام السفيرة عزيزة إلا أخوها جزار، وزي الراجل ده دايما بخناقاته شهير بخناقاته ويلبس اللحمة كده زي ما تكون للزبون وبالعافية واللي ما يعجبوش يدبوا بالسكينة. فكان من الأفلام الجميلة السفيرة عزيزة اللي برضو علامة من علامات السينما المصرية. الفنانة وردة الجزائرية الراحلة برغم من ان هي كانت مطربة جميلة جدا وجاية من الجزائر وزوجها بليغ حمدي، الا انها قدمت اعمال فنية جميلة يا ليل يا زمن، حكايتي مع الزمان، صوت الحب، كلها افلام جميلة جدا. قدمت مسلسل اوراق الورد جميلة جدا، المدرسة اللي جوزها بياخد منها ابنها وبيطلقها مع مراته، عايش الولد مع مراته وابنها رجله تتكسر وبتحب المستشار اللي هو. فكان مسلسل أوراق الورد من المسلسلات الجميلة ونحس كده إن كأن وردة فيه ما بتمثلش. فيلم صوت الحب برضه الممرضة اللي حبها حسن يوسف
وحبها برضو ابوه لما لقاها رقيقه وجميله، فحبت تغير وجهه نظر ابوه اللي كان رافض جوازهم، وبعت لابنه جواب قال له الممرضه منى دي بتضحك عليك، ابعد عنها، دي بنت بتاعت سبوبه وبنت بتضحك عليك عشان فلوسك، ابعد عنها. فحبت تثبت له ان مش كل الناس بتتباع وتشتري، وممكن تكون واحده بسيطه غنيه باخلاقها وبكرامتها. جات وطببته، وهو كمان الراجل حبها واخوه حبها وبنته حتى اخت محسن حبته. ففيلم صوت الحب من الافلام الجميله. حكايتي مع الزمان من الافلام الجميله مع رشدي أباظة، وكان سهير اللي بتغني مع يوسف وهبي والفرقة ديت ولبلبة. فالفيلم كفريق كده، وسمير صبري كان من الأفلام الجميلة جدا. لما نيجي عن الفنان سمير صبري اللي عمل فيلم مع عادل إمام جميل جدا، فيلم البحث عن الفضيحة، اللي كان مع كل شوية يقول له هتعمل كده لا هتبقى زي كذا، يقول له ايه عمل ايه دوت، يحكي له قصص، يحكي له قصة ده اللي شعره شاب وده اللي وقع واتخبط بالزهرية. فكان من الأفلام الجميلة البحث عن الفضيحة. عادل إمام الخامل اللي جاي من الأرياف يشتغل في شركة تصميم هندسية، لكن ما كانش يعرف حاجة. وأول لما شاف ميرفت أمين البنت الجميلة في الميكروسكوب اعجب بيها، وبقى يرمي نفسه قدام عربيتها، وكل ما يقول انا هروح اتقدم لها يقول له ما اعرفش ايه هو، لكن في الاخر هو وقع في عريس يا ابوي نبيلة السيد واتجوزها. اللي كان عاوز يعمل مقطع السمكة وديلها هو اللي لبس ابشع جوازة، والتاني خد البت القمر. فكان من الافلام الجميلة اللي حازت على اعجاب الجمهور، وللان يعرض ويلاقي نسبة مشاهدة عالية جدا. الافلام دي كنز وتراث عالمي. الأفلام المصرية، مصر ما زالت دائما وأبدا من منارات السينما العالمية، بس التدقيق والتمحيص شوية في الأعمال بتتقدم وبتكون ذات رونق وزباجة وقصة جيدة. فنانين عظام بيأدوا العمل إلى الآن من الخمسينات والأربعينات والستينات والسبعينات. الأفلام يشار لها بالبنان موجودة ومشرفة وبتتعرض. أفلام كتير ذات علامات، في شفيقة ومتولي سعاد حسني، في الكرنك سعاد حسني، في شروق وغروب سعاد حسني. أفلام كتير بتتقدم وما زالت ليها موجودة. في الفنانة نادية الجندي مهمة في تل أبيب، أعمالها كتيرة لا تعد ولا تحصى من الأفلام اللي قدمتها، وفي المجنون و48 ساعة في إسرائيل، ومهمة في تل أبيب والمذبح. قدمت حاجات كتير وقدمت وجبروت امرأة وشهد الملكة. أفلام كتير وقدمت مسلسلات كمان حازت على إعجاب المشاهدين والمتابعين. أعمال كتير اتقدمت. في الفنانة يسرى قدمت مع عادل إمام أفلام كتير وفي وداليا البحيري قدمت السفارة في العمارة مع عادل إمام برغم فرق السن اللي هي نجحت قدامه. فيلم السفارة في العمارة، الفيلم الجريء اللي أنا بكره إسرائيل، وغنى فيه الأغنية ديت. وكان الفيلم من الأفلام الجميلة الجريئة اللي كان تحتها خط أحمر كده، لكن كان من الأفلام الجميلة اللي فيها النجم عادل إمام تألق إن هو بتاع ستات وسنغافورة ومش سنغافورة، وكل واحدة ليها ميعاد معاه ووقت. وحب برضه ديت في المظاهرات، ولكن بدأت البنت تغيره وتخليه من راجل كده مقضيها إلى إن هو راجل يكون عنده قضية لما شاف ابن صاحبه مات في فلسطين. فكان الفيلم جميل جدا وحاز على إعجاب المشاهدين. الفنان عادل إمام عمل الهلفوت، عمل أفلام مشبوه، عمل حب في الزنزانة، عمل أفلام كتير لصوص لكن ظرفاء، أفلام كتير لا تعد ولا تحصى. فكان من الأفلام الجميلة اللي قدمها النجم عادل إمام وحازت على إعجاب المشاهدين والمتابعين بنسبة مشاهدة عالية كبيرة جدا. شكرا لمتابعتكم الجيدة، نرجو الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيلم آخر إن شاء الله.